معانا النهارده حلقة جميلة جدًا، مختلفة جدًا مع دكتور محمد الباز، هنسأله عن رحلة الصحافة، رحلته من طالب في طِب إلى رئيس تحرير جريدة الدستور، رحلته مع التسجيل الخاطئ اللي خلّاه يعمل واحدة من السباقات الصحفية في رحلته، هنتكلم معاه وهنسأله عن تأثير الصحافة على الوعي وتأثير الإعلام على الشارع، وتأثير الشارع كمان على الصحافة وعلى الإعلام. هنسأل الدكتور كمان على علاقة جيل Z وعلاقته بجيل Z وإزاي بنقدر نتعامل معاهم ونتواصل معاهم وإزاي نخلّيهم عضو فعّال سواء كان في المجتمع أو في المؤسسات أو الشركات اللي إحنا بنشتغل فيها. آمم هنتكلم كمان ونسأل الدكتور عن آآ طبيعة الإعلام، هل هو سلعة، هل هو رسالة، هل هو صناعة؟ هنتكلم معاه عن الذكاء الاصطناعي ودور الذكاء الاصطناعي أو رؤيته عن الذكاء الاصطناعي. حلقة الحقيقة دسمة، شيقة جدًا، مختلفة، الدكتور كلام أول مرّة يتكلم فيه وأول مرّة يقوله. حابب إن أنتم تتفرّجوا عليها، وحابب أسمع آرائكم وأسئلتكم اللي كمان ممكن نطرحها عن الدكتور، وأتمنى الحلقة تعجبكم، ما ننساش نعمل لايك، شير، سبسكرايب، وهاسيبكم مع الحلقة. تعالَ نبدأ من الأول. آآ عايزين نتعرّف على دكتور محمد الباز، بس من غير ألقاب. اهم. جرّبت تعرّف نَفْسك من غير ألقاب؟ لأ، هو أنا باتعامل طول الوقت من غير ألقاب يعني. يعني لو بتتكلم على المستوى الشخصي أنا يعني حابب طول الوقت إنه أنا عايش حياتي ببساطة، بمعنى إنه أنت ابن الريف، قعدت حوالي يعني لحد يمكن 20 سنة في الريف يعني قبل ما آجي القاهرة. في دمياط صح؟ في إمم. دمياط، لإني قعدت في طِب قبل ما آجي إعلام. يعني أنت درست طِب الأول، درست أوكي. طِب قبل ما آجي إعلام. فأنت المفروض تدخل الجامعة مثلًا وأنت 18، أنا دخلت إمم. الجامعة كلية إعلام وأنا 20، إمم. ففي سنتين كانوا في طِب إمم. قبل ما آجي يعني. فاتعلمت إنه قيمتك مش بأنت مين أو بلقبك إيه أو إمم. باسمك إيه، يعني إنه هي قيمتك في اللي أنت بتعمله إمم. أو اللي أنت بتضيفه، سواء بقى بتضيفه لنفسك أو بتضيفه للي حواليك. وكان مثلًا إنه يعني اتعلمت في السنتين دول اللي أنا يعني كانوا في طِب، إمم. إنه أنا ما آخُدش قرار عشان أرضي أي حد. لأن أنا دخلت طِب عشان تحت ضغط يعني نفسي، من إمم. إنه أبويا وقتها كان عامل عملية ضخمة كبيرة يعني، ومتأثّر وعاوزني أدخل كلية طِب، فأنا إمم. تجاوبت يعني في لحظة ضعف إنساني كده، استجبت يعني. طبيعي. فما لقيتش نفسي، إمم. فقررت إنه أنا ما ينفعش تاخد قرار عشان تحقق حلم حد تاني خالص، حلو مهما أوي. كان قريب يعني، إمم. يعني مهما كان قريب. وإنه ما تجيش على نفسك وتبقى تتعب نفسك، لإنه ده ممكن إمم. يريح حد حتى لو قريب، لإنه في النهاية هو مش هيستفيد، أنت اللي هتخسر، يعني هو مش هيستفيد حاجة. إمم. ممكن يستفيد إحساس معين مثلًا أو شعور معين، لكن أنت اللي هتخسر، وهتخسر وتخسر كتير. إمم. فده مثلًا كان مصاحبني طول الوقت، إنه قيمتي في اللي أنا باعمله، إمم. وإني لمّا أكون شايف قرار أنا باخد القرار وأتحمل نتايجه طب أنت وصلت أيًا للوعي كانت. ده في سِن صغير إزاي؟ بُص، ال الفقر ده أكبر مُعلِّم. الفقر أكبر معلم. أكبر مُعلِّم، إمم. لإنه بيحُطّك في احتياج، فالاحتياج طول الوقت بيخلّيك تقعد تفكّر هتعمل إيه، إمم. تتحايل على المسألة. يعني أنا إمم. أنا نزلت أشتغل وأنا مثلًا عندي 9 سنين. 9 سنين، 9 بدأت شغل سنين 9 سنين. 9 سنين باشتغل إمم. أي حاجة، إمم. يعني أي حاجة بتقابلك بتشتغلها. فكنت متحمّل مسؤولية نَفْسي من وأنا عندي 9 سنين، يعني 9 سنين دي كنت مخلّص تالتة ابتدائي. فأنت بتشتغل في إمم. الأجازة بتاع ال4 شهور، فبتحوّش، إمم. فالفلوس اللي بتحوّشها دي هي اللي بتصرف بيها على نَفْسك في الدراسة من إمم. سَنة رابعة ابتدائي. من رابعة ابتدائي. فده علّمك إنّك تبقى متحمّل مسؤولية نَفْسك بشكل إمم. كويس، وتبقى متحمّل كمان مسؤولية اللي حواليك. الاحتكاك ده هو اللي خلّى يبقى عندك إمم. وعي هو أنت بالضبط يعني إيه قصتك في الحياة يعني. إمم. ولذلك أنا أذكر إن أنا عمري في حياتي ما فيش ليلة في حياتي نمتها إلا وأنا خايف من حاجة إمم. أو زعلان على حاجة، على الإطلاق،
عمري حلو في ده. حياتي. يعني أنا دلوقتي عندي 52 سنة، ما شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية. ما فيش ليلة نمت فيها لا أنا خايف من حاجة ولا أنا زعلان على حاجة ولا ندمان على حاجة. طب هل في مواقف، يعني إحنا بنتكلم إن أولًا أنت خدت قرار مصيري من وأنت عندك 18 سنة إن أنت تنقل من طب لإعلام وتعيد سنتين تانيين في ده حياتك، أنت مش بتنقل من كلية لكلية، أنت تنقل بتنقل محافظة حياة كمان، كاملة. لأ، صح؟ وحياة كاملة، يعني إمم. بتغيّر شكل حياتك وشكل مستقبلك يعني. من 9 سنين ل18 سنة، ال9 سنين دول، إيه مواقف فاكرها طيب خلّتك توصل للوعي اللي أنت فيه وأنت عندك 18 سنة عشان تقدر تاخد القرار اللي حضرتك قُلته؟ يعني أنا هاقول لك على حاجة مثلًا، أنا مرّة إمم. كنت شغّال في راس البر إمم. كاشير في أوكي. مطعم يعني. إمم. وبعدين إيه كانوا بيعملوا مراجعة حسابات كل أسبوع. إمم. ففي آخر الأسبوع في الحسابات بتاعتي كان في عجز 3 جنيه. أوكي، ده سنة كام؟ فاتخصموا منّي. إحنا بنتكلّم في تقريبًا 91 مثلًا، أوكي. 91. إمم. آآ فاتخصموا منّي. إمم. فأنا كنت متنكد نكد، طبعًا. يعني صعب أوي. إمم. إيه يعني تخصموا منّي بتاع. فبالليل في شارع النيل في راس البر، آه. ده حاجة فخر يعني، حاجة طبعًا. عظيمة جدًا. فماشي لقيت واحد صاحبي شغال معايا قابلني، رايح فين؟ قُلت له: "ما فيش، مش رايح حاجة." قال لي: "طب ما تيجي تعالَ أعزمك على السينما." قُلت له: "تمام." إمم. فأنا قبلها بيومين 3 كده كنت مرتّب إن أنا أروح السينما. سينما. فدخلنا السينما، إمم. فالتذكرة ب3 جنيه كويس، في يومها. إمم. فأنا إيه، قُلت طب وأنا قاعد مزعّل نفسي من الصبح على ال3 جنيه اللي اتخصموا دول، ما هم دول أنا كان ممكن أدفعهم هنا. إمم. فاتعلمت إن أنا ما ازعلش على حاجة ضاعت. أوكي. يعني فكرة إيه، إنه الحاجات إمم. بتضيع، إمم. ما تزعلش على حاجة ضاعت خالص. إمم. وده بيخلّيك طول الوقت يعني إنك بتفكّر في اللي جاي، اللي قدّام. إمم. فأنا لقيت ببساطة أهو الحكاية اتعوّضت. ولو حاجة اتعلمت إن أنا ما ازعلش على حاجة ضاعت، لإن أنا هاعوّضها تاني، مش إن هي ضاعت بقى، مش إمم. عدمي يعني مش فاهم. شخص عدمي يعني اللي يضيع يضيع وكلّها مساوية بعضها. لأ، مش مساوية بعضها. إمم. بس اتعلمت ده فكانت مجموعة حاجات، مواقف مثلًا الموقف ده طول الوقت أنا باعتبره موقف تأسيسي في حياتي. إمم. يعني ما موقف ما السينما وال3 لإنه جنيه. لإنه وقفت يومها إمم. وقُلت أنا طَب أنت زعلان ليه؟ ما خلاص، ما هي إمم. اتعوّضت. فبقى طول الوقت إنك ممكن حاجة تضيع فتقدر تعوّضها. طب أنت هل على طول عندك وعي إن ده بيتطور جوه شخصيتك؟ يعني هل أنت شايف إن كان في نسخة، لو قلنا دكتور محمد 9 سنين، هل في نسخة مثلًا دكتور محمد 18 سنة ودكتور محمد 25 35، هل في نسخ أنت فاكرها في وعيك على مدار الرحلة؟ تصدّقني لو قُلت لك إنه أنا من يوم ما بدأت أبقى واعي باللي حواليّا وأنا نسخة واحدة ما اتغيّرتش. نسخة واحدة ما ما اتغيرتش. اتغيّرتش. يعني أنا هاقول لك، أنا ب في يعني لمّا بابقى قاعد لوحدي مثلًا أو قاعد إمم. فأنا بابقى اللي هو النماذج بتاعتي دي. يعني أنا باقعد مع نفسي وأنا 9 سنين، إمم. وباقعد مع نفسي وأنا بتقعد 15 معاهم. سنة قاعدين أوكي. معايا، حلو. وبنفتكر حاجات. لإنه إمم. أنا لمّا جيت تميت ال50 عملت كتاب اسمه كأنه أنا. كأنه أنا. إمم. كان فيه كأنه أنا يعني أشبه لسيرة ذاتية. إمم. فكنت باحكي حكايات. فأنا اكتشفت إنه مش أنا اللي باحكي وأنا عندي 50 سنة. لأ، لمّا باحكي الحكايات وأنا عندي 10 سنين إمم. فهو محمد اللي عنده 10 سنين هو اللي بيحكي. بتحكيها بالمشاعر ده، بالوعي ده. وكنت مستغرب إمم. من الحكاية. إمم. فمسألة إنه يعني إنك اتطوّرت، إمم. أنا ما أعتقدش إنها حصلت معايا. لإنه أنا باقول لك الحضور أحيانًا باتخض، لإنه التفاصيل كلّها اللي أنا عِشتها كلّها حاضرة، كلّها موجودة. كلها في دماغك. ما هل فيش حاجة الكتابة غايبة. ساعدت في ده؟ الإيه؟ الكتابة، إن أنت بتكتب من زمان؟ أكيد، أكيد، أكيد. إمم. وإنك تقرا كمان. إمم. يعني بتقرا من بدري جدًا. إمم. أنا فاكر من الموقف ده أول مرّة أشوف جرايد في حياتي. أوكي. يعني أشوف بياع جرايد يعني. إمم. أنا كنت باشوف جرايد عند خالي الله يرحمه، كان موظف وبعدين هو اللي بيشتري الجرايد. إمم. فكنت أشوفها عنده في البيت. لكن أول مرّة أشوف بياع جرايد يعني كنا في عيد وبعد 6 ابتدائي. كنا أوكي. عندي 12 سنة مثلًا. إمم. فإحنا واخدين العيدية ورايحين المركز بقى، إمم. المدينة يعني، إمم.
من الملاهي بقى المراجيح، إمم. يعني رايحين نتفسح. فإحنا نزلنا على الكوبري بتاع البلد، فكان معايا حوالي 4 أصحابي، هم راحوا المراجيح وأنا وقفت عند الفرشة بتاع الجرايد، اشتريت بالفلوس اللي معايا كلها جرايد ومجلات ورجعت. كلّها. كلها، ما هو انت كانت الجرايد وقتها ايه اللي ب 10 ساغ واللي آه. بتاع، إمم. فانت معاك مثلا عديتك 3 4 جنيه، فانا إمم. اشتريت بكل ال العيدية اللي معايا جرايد ومجلات وده كان وكتب، قرار ورجعت لحظي؟ عفوي. يعني انا حبيت عفوي؟ إمم. بص، اتخذت، عارف إمم. انت لما تلاقي منظر كده. وعايز اقول لك انه حاجه من المحزنات بالنسبه لي دلوقتي مثلا، إمم. انه فرش الجرايد اختفت من مصر إمم. تقريبا، ما عادش فرش جرايد. إمم. انا فرشه الجرايد طول عمرها كنت لما بقف عندها كان بيبقى نفس احساس البهجه بتاع اللي هو وانا عندي 12 سنه لما شفت اول مره فرش الجرايد يعني. فاهم. اللي هو إمم. انت ابتهجت كده، انبسطت، إمم. ما اعرفش اتبسطت ليه بس إمم. يعني. فكان كل مره انه انا كان كل يوم بالليل وانا راجع بعدي على الراجل بتاع الجرايد، تاخد الجرايد إمم. بنفس نفس الاحساس. فانت بدات تقرا من بدري، إمم. والحقيقه كنت اقرا حاجات افهمها وحاجات ما افهمهاش، يعني إمم. ساعات تقرا قاعد تقرا. فاهم. فلعب الدور طبعا انك بتقرا وانك بتكتب انه تفضل حياتك كلها حاضره يعني. إمم. طب هل في مرحلة في الرحلة، يعني أنت من دمياط لرئاسة تحرير الدستور، هل في مرحلة في الرحلة في الجامعة، في التدريس، في أي حاجة وقفت كده لقيت نفسك بتسأل نفسك هو أنا إزاي وصلت هنا، أو مش مصدق إن أنا وصلت هنا؟ احكي لك على حاجه لطيفه جدا. إمم. وما كنا في الجامعه كان في قهوه كده صغيره قدام الجامعه اسمها بندق، كنا دايمًا بنقعد. قهوة. كنا بنقعد عليها إمم. كنا بنقعد عليها. فقعدنا مره كل واحد يقول لك ايه حلمه ايه في اللي يعني في إمم. حياته، يعني يعمل حلو ايه. ده. اه إمم. فكل واحد قال اللي هو بيحلم بايه. يعني انا قلت لهم انا بحلم ان انا اكتب حاجه مصر كلها تتكلم عنها، واخد بالي. او اقول حاجه إمم. مصر كلها تتكلم عنها. إمم. آه، ما كنتش فكره انه انت ايه اللي جاء، يعني انا وصلت هنا ازاي. إمم. لانه انا شخص ما اتعودتش ان انا اقعد اضيع وقت كتير في انه انا احلم، يعني احلام بقى إمم. وترسم حلم حياتك إمم. فكنت بتحاول تنجز، وكنت بعتبر اللي انا بنجزه هو ده كان الحلم بتاعي، خلاص تمام حلو قوي. إمم. يعني انا ما كنتش مثلا مخطط ان انا ابقى استاذ جامعه، ان انا اتعين في الجامعه ده جات بالصدفة. خالص، لا ما إمم. كنتش مخطط يعني. إمم. انا لما يعني نقلت من طب الاعلام، فالترم الاولاني ده كان طبعا حواليا حصار غير طبيعي من الاسره، يعني انه انت طبعًا. سايب طب أنت إزاي وبتاع سايب طب؟ وحاجات كده، طبعًا. مجنون يعني. كلية قمة وبتاع. مجنون، لا إمم. وقتها كانت قمه يعني. آه. فانا ايه الترم الاولاني في اعلام ده كنت تقريبا ايه، يعني تقريبا عايش لوحدي ما بكلمش حد، ما فقعدت بتذاكر يعني. إمم. وعندك خبره اكتر من دفعتك أقرانك. من زمايلك، إمم. لانك قعدت دخلت امتحانات قبل كده. إمم. فطلعت الاول في الترم الاولاني. لما رجعت من اجازه نص السنه، إمم. فلقيت زمايلنا بيعاملوني بقى ان انا المعيد بتاع الدفعه. انت خلاص بقى أصلًا. الاول، فانت المعيد بتاع الدفعه. إمم. والله العظيم صدقني انا قبل الموقف ده ما كنتش خالص مرتب او حابب ان انا ابقى استاذ جامعه يعني. إمم. ولما حصل انه لما جالي التعيين إمم. كنا في فبراير 98. إمم. فانا كان ممكن، وانا بحب الصحافه وعاوز اشتغل في الصحافه وبتاع، فانا ارفض التعيين الجامعه واروح تشتغل اشتغل في صحافي. الصحافه. إمم. بس كنت وقتها باشتغل في الدستور اللي هو الاصدار الاولاني إمم. اللي هو طلع من ديسمبر 95 لفبراير 98. إمم. ده أنت ف كنت في الجامعة وشغال في الدستور النسخة الأولانية. فانا بقى إمم. خلصت الجامعه وهشتغل بقى في الجورنان، والجورنان كان متألق وحاجات كده إمم. وبتاع. فانا في الاسبوع اللي انا اتعينت فيه الجورنان أصلًا. اتقفل. علامة. فانا قلت علامه مارد إمم. دي. لا لا. آه. ففضلت في الجامعه، أوكي. بس قررت ان انا اعمل صيغه تبقى بختم محمد الباز بس في إمم. الشغل في المجال العام الصحفي اذا جاز إمم. التعبير يعني. إمم. لانه انت دايما في حاله من الخصام ما بين اساتذه الجامعه والصحفيين، يعني دايما اساتذه الجامعه يبصوا للصحفيين نظره يعني ان هم اي كلام وبيعملوا إمم. اي حاجه وبتاع، وبعدين الصحفيين يبصوا لاساتذه الجامعه بتوع الاعلام ان هم ما فهموش وان هم بعيد عن بيشتغلوش بإيديهم. المهنه إمم. ومش عارف ايه وبتاع كده. أعتقد ده خناقة فانا في كل حتة. قررت ان انا اكسر الحكايه دي. ازاي آه. انك تبقى استاذ في الجامعه، تعمل ماجستير وتعمل دكتوراه وتدرس، وبعدين مش تشتغل بقى، مش تكتب في الصحافه، إمم.
يعني ما هو في اساتذه جامعه كتير بيكتبوا بتكتب مقالات في الصحافه، لا مش انك تكتب في الصحافه، انك تبقى صانع صحف، واحد من اللي هم يعني موجودين في مطبخ صناعه الصحافه في مصر. إمم، وانا اعتقد ان انا من يوم ما دخلت الصحافه، إمم، لما دخلت من الديسك، يعني من بوابه الديسك لحد النهارده، وانا موجود في مطبخ صناعه الشغلانه في مصر إمم، يعني. إمم. فكان ده بقى انا عملته بوعي، انه انا طيب انا أنت كنت حابب مركّز فيه. حابب الصحافه وعايز إمم، اشتغل صحافه. طب انا موجود في الجامعه، طب ما انا اسيب الجامعه واروح اشتغل في الصحافه. فحسيت انه ممكن تبقى دي ميزه بالنسبه لك يعني، او تبقى إمم، حاجه مختلفه بالنسبه لك، انك تبقى استاذ جامعه وفي نفس الوقت إمم، بتشتغل صانع صحف، مش مجرد كاتب او مجرد زائر إمم. للشغلانه. فده مثلا ده اتعمل بوعي. بوعي. طب إمتى الوعي ده اتكوّن؟ يعني إمتى الوعي اتكوّن إن أنا عايز أشتغل في الصحافة، أنا باحب الصحافة؟ آآ بُص، أنت في حكاية إنه قبل ما آجي إعلام، إمم، ما كانش عندي تصوُّر للشكل اللي أنا هابقى باشتغل بيه. أنت عارف دايمًا إيه، صحفيين ييجي يقول لك ولمّا كنت باعمل الإذاعة المدرسية، ولمّا إمم، كنت باكتب في أيوه، المجلات أيوه، المدرسية، ومن صغري وأنا باحلم إن أنا ما كانش عندي تصوُّر هو شكل الشغل في الصحافة أو الإعلام بيبقى عامل إزاي. إمم، لكن أنت حابب إنك تبقى بتعمل ده، بتكتب، إمم، ناس تقرا لك. خاصةً إنه إحنا ما كانش عندنا تصورات أوي واصلة لنا هناك عن الصحفيين. إحنا كنا إمم، الصحفيين بالنسبة لنا اللي شُفناهم في زينب والعرش، واللي هم ودايمًا صورة أفهم، الصحفي إمم، في ميديا، الدراما يعني في ما الدراما هياش آه، مش عظيمة، مش إمم، أعظم حاجة يعني. ف فالوعي بإنك تعمل ده بعد ما بدأت حسيت إن الجامعة هتاخدني يعني. إمم، يعني الجامعة هتجرني بقى، أنت راجل معيد وبتدخل سكاشن مش عارف إيه وحاجات كده، إمم، وامتحانات ومراقبة وحاجات صعبة جدًا. وفي نفس الوقت ما كانش بقى عندي جورنان، يعني اللي هو الفترة من 98 ل2000 دي إمم، ما كنتش شغال في حاجة ما كنتش بعد شغال ما في جورنال، الدستور قفل، ما كانتش إمم، حاجة مستقرة. إمم، فحسيت إن أنا باتسحب لمساحة الجامعة أكتر، فقُمت إمم، واخد القرار ده، قُلت لأ أنا لازم أعمل الصيغة دي. إمم، وعايز أقول لك إن أنا قاومت، يعني مثلًا أنا فاكر الفترة اللي اشتغلت فيها مع الأستاذ عادل حمودة، إحنا قعدنا 14 سنة. إمم، كان كذا مرّة يقول لي: "سيب الجامعة وتعالَ اتعيّن في الجورنال وادخل النقابة." ومش عارف إيه وبتاع، وأنا أقول له لأ، أوكي فعلًا، وأقول له لأ إمم، بإدراك، إمم، إنه أنا لأ، أنا عايز أعمل الصيغة دي. إمم، عايز أعمل صيغة إن إزاي تبقى بتجمع ما بين الدراسة الأكاديمية اللي هو الناس شايفة إن هي بعيدة عن الإعلام، مهنية، إمم، والصحافة اللي هو الأكاديميين شايفين إن الإعلاميين دول بيهجصوا يعني. إمم، فأنا أعتقد إن ده كان قرار خدته بوعي، طب أو حاجة كنت عايز أعملها يعني. هل الأستاذ عادل من الشخصيات المؤثرة في التجربة وفي حياتك؟ يعني أنت بتقول اشتغلت معاه 14 سنة؟ بشكل طبيعي، إمم، يعني تعرف يقول لك عاشر القوم 40 يوم يبقى منهم يعني. آه، إحنا قعدنا 14 سنة مش 40 يوم يعني. إمم، وهو كمان تأثيره الحقيقة مختلف عن الآخرين، يعني هو ما بيفرضش وصاية. يعني بمعنى؟ هو ما يبقاش بيحسسك إن هو المعلم بتاعك، إمم، لأ هو يسيبك تتعلم منه، إمم، ويبقى بيراقبك ويسيبك تتعلم منه، ويفتح لك مساحة تشتغل. وعنده قناعة، كان يقول لك: أنا بافتح الملعب للكل، إمم، اللي يقدر يلعب أنا بادعمه. إمم، فيعني هو يعني معلم أو ورشجي مختلف. في ناس تانية مثلًا من الأساتذة إمم، يقعدوا يبقى إيه يعني عاوز يبقى ليه حضور قوي عند تلامذته، ويقعد بقى يعلّمه. لا، لأ، هو ما كانش يعمل ده، إمم، يسيبك تتعلم منه وهو شغال. أنا كنت بقى مركّز في الحكاية دي، إمم، فلأ إمم. طبعًا اتعلمت منه كتير يعني. طب إمتى كتبت حاجة حاسس إن هي أثّرت في بداية الرحلة، خلّتك تتأكد إن أنا ماشي صح؟ لأ هو مش حاجة خلّتك إنك تكتشف إنك ماشي صح. هو أنا كتبت حاجة وأنا في الجامعة إمم، كشفت لي زيف منطقة كده، ففضلت باشتغل عليها، اللي هو فكرة الدعاة يعني. إمم، يعني أنا كنت راجع، كنا في الجامعة وكنت راجع البلد في ميكروباص كده من المنصورة لدمياط. إمم، فشغّلوا شريط من الشرايط بتاعة الدعاة، فلقيت الراجل بيتكلم عن الجنة والحور العين والمش عارف إيه وبتاع وحاجات كده.
فأنا رجعت عندنا مجموعة من السلفيين، فقُلت لهم: "أنا سمعت واحد بيقول كذا، 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 كذا وفي شريط إمم، كذا، ده مين ده يا جماعة؟" إمم. فقالوا لي: "اسمه محمد حسان." محمد حسان. فأنا إمم، ادّوني الشريط، إمم. وبعدين الشريط كانوا مسجّلينه هم مش أصلي يعني، فمش مكتوب آه. عليه مين. إمم. ف خدت شريط وفرّغته وعملت بقى إيه، موضوع، كان فاكر حوالين عنوانه، الشريط. أنا كنت فاكر عنوانه كان اسمه جنة الشيخ حسان. إمم، وانتقاد بقى، وإزاي إمم، كان دي الجنة بتاع ربنا واللي مش عارف إيه وبتاع، ولأ والحاجات أرقى من كده إمم. ده في الجامعة. أنا كنت في الجامعة. إمم، المهم بعد الموضوع ما نزل كويس، ففي واحد كده مايل عليّا قال لي: "على فكرة الخطبة دي مش بتاعة الشيخ محمد حسان، ده بتاع واحد اسمه إسماعيل حميدي." أصلًا. أنا قُلت: حد تاني يا خالص. نهار أسود! ده أنت أول ما بدأت كده أنا إيه مستقبلك ضاع، وأنت إمم، جايب خطبة لواحد مش بتاعته، إمم، طلعت لواحد تاني. إمم. فأنا رايح الجورنان كان بيطلع يوم الأربع ده كان الصبح. الدستور لسه. ما إمم، في الجامعة، إمم، الجورنان بيطلع يوم الأربع الصبح، فإحنا بنروح اجتماع يوم الأربع بالليل. إمم، فأنا رايح مرعوب، اللي هو إيه، خلاص هيقول لك مع السلامة، أنت راجل مرتكب خطأ إمم. جسيم يعني. فرُحت لقيت في ظرف الشيخ محمد حسان رادد على الموضوع. ياه! فأنا قُلت تمام، ما هو الراجل رادد على الموضوع، إمم، حلو. إزاي ما أعرفش، يعني هو وبعت رَد وأنا كتبت رَد على الرَد ومش عارف إيه، وبعدين الحكاية إيه، إمم. عدِّت. فأنا قُلت لأ خلاص، مع إن يبقى اللي التسجيل قال مش لي بتاعه. لأ، يبقى اللي قال لي إنه ده مش محمد غلطان. حسان هو اللي غلطان، ما هو إمم، محمد حسان باعت رَد يعني. إمم، فبعد سنتين كده كان في واحد من اللي شغالين مع الشيخ محمد حسان قابلته، إمم. فسألته قُلت له: "بُص أنا عملت موضوع والخطبة مش بتاعة أنت الشيخ عايز محمد تتأكد. حسان، فالشيخ محمد حسان هو رَد عليها إزاي؟" إمم، يعني قال لي: "بُص إحنا جِبنا الجورنال وقرينا الموضوع، وأنا قُلت للشيخ محمد فعلًا إنه ده مش خطبتك، دي خطبة الشيخ فُلان." فقال لي: "لا، لا، بس أنا موافق على الكلام عادي، رُدّوا باسمي." إمم، فأنا لقيت الحكاية دي إيه، إمم. كشفت لك إنه لأ، في حاجة مش مضبوطة في المساحة دي. وده كان موضوع مثلًا سبب قرار إن أنا أبقى مهتم بالجزئية دي، خدت في الحتّة دي جزئية بقى track. إنك تتابع الدُعاة الدعاء. وتشوفهم وبيقولوا إيه وما بيقولوش إيه وما بيعملوش إيه. إمم، فده مثلًا كان أول موضوع كبير أعمله، وأول رَد فعل عليه كان قوي. سيبك بقى من أتباعه دول عملوا شُغلانة، إمم. يعني عملوا شُغلانة وهجوم. وأنت دلوقتي السوشيال ميديا لأ، زمان طبعًا. كان الموضوع كان يقابلك في مختلف. الشارع ويبعتوا لك جوابات على الجورنان ويكلموك على التليفون الأرضي إمم، يشتموك وحاجات كده إمم. يعني كل وقت ليه طريقة في التعبير عن الغضب يعني. دلوقتي مفهوم. إمم، المسألة صعبة، فده كان موضوع من الموضوعات اللي أثّرت بشكل مع البداية خالص، إمم، إمم. يعني طب هل ده حسّسك بخوف، برهبة إن أنت مش عايز تكمّل أو إن أنت ماشي في طريق مش عارف آخره أو حاجة بالشكل ده؟ لا، لا خالص، خالص، يعني بُص أصل أنا هاقول لك على حاجة. آآ من الحاجات اللي تخلّيك إن النجاح في حياتك مضمون إنك تستعين بالمخاطر. إمم، يعني تستهين بيها، يعني أصل هي آخرتها إيه اللي هيحصل يعني؟ إمم، هات السقف. إمم، أي مشكلة بتحصل يعني لأنه حصل مشاكل كتير بعد كده بسبب وموضوعات وصلنا لمرحلة إن إحنا كنا خلاص داخلين السجن يعني. ياه! ده يعني فأنت إيه أخطر بتبقى حاجة كتبتها فاكرها كانت أثّرت جامد؟ أنا عارف إن في 350 بلاغ على مدار السنين، ده كتير، رقم لا، لا بنتكلّم كتير، عنه. لا، لأ كتير، لكن كان القضية بتاعة شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي الله يرحمه. ودي كانت من الموضوعات اللي عملت إزعاج، إمم، وكانت مصر كلّها تقريبًا كانت يعني إمم، متابعة خطوة بخطوة، لإن شيخ الأزهر رافع قضية ومُصِر إن إحنا نتسجن. يعني هو كان إمم، على حد تعبيره إن هم لأ، لازم يتسجنوا. إمم. فدي كانت مثلًا قضية بالنسبة لي كانت صعبة جدًا. هل لكن حسّسك إنك المفروض ما تكمّلش أو لا، كده؟ لأ، لأ خالص، إمم، خالص. عمر ده ما عمل عندي فكرة إنك لأ، ما ينفعش تكمّل أو لأ كده كفاية أو بتاع. أنا في إمم، موضوع واحد فقط، ده كان موضوع إنساني، إمم، هو اللي خلّاني في لحظة يعني فكّرت إن لأ، ما ينفعش أكمّل في الشغلانة دي. كان إمم، فيه قضية زمان إمم، بتاعة الشيخ سيف والشيخ الفيل، دول إمم، كانوا قضاة
في المحكمة الشرعية. ده سنة كام تقريبًا؟ ده أنت بتتكلم في حوالي سنة 55 أو حاجة. آه. الاتنين دول كانوا يعني بيمرروا يعني بيعملوا أحكام إمم. لصالح سيدات، يعني عشان تتطلق أو عشان نفقة أو إمم. بتاع، وكانوا بياخدوا منهم رشوة جنسية. يا نهار أبيض! ففي بنت في سيدة يعني إمم. رايحة، فكانت الست دي أبوها حد في الداخلية وقتها، إمم. فراحت قالت له إن هم يعني بيطلبوا مني كذا إمم. كذا، فراح بلغهم، فالداخلية قالت لها طب سيريهم لحد، فقبضوا عليه. يا نهار أبيض! حلو. فلما يعني انا جبت بقى، كان في موضوع مثار إمم. يعني، فكان مناسب ان احنا ايه نعيد نتكلم عن نعيد الموضوع كتابة ده. الموضوع ده. إمم. فانا كتبت الموضوع، وبعدين بعد ما كتبته لقيت تليفون جالي. الكلام الموضوع كان كام سنة 55، احنا إمم. كنا بنتكلم في حوالي 2003 او 2004. إمم. فلقيت تليفون كان على الارضي، قالوا مين؟ قالت لي انا فلانة إمم. الفلانية، وست كان صوتها ضعيف جدا كده وعجوزة يعني، اللي انت كتبت عنها في الموضوع بتاع يا نهار الشيخ أبيض! سيف آه. والشيخ الفيل. فقلت لها طيب هو يعني هل انا كتبت حاجة غلط؟ قالت لي انت قلت ان انا كنت في القضية معاهم، وانا كنت شاهد مالك، وهم قالوا لي سيريهم لحد ما يقبضوا عليهم، وهم إمم. قبضوا عليهم فعلا. وفي ناس قالوا ان انا متورطة في القضية، والداخلية طلعت وقتها عربيات بميكروفونات في شوارع اسكندرية تقول انه يا نهار الشريفة أبيض! العفيفة إمم. فلانة وهي ما اتورطتش وبتاع. إمم. وانا لقيت احفادي جايبين الجورنان وبيقولوا لي يا تيتا انت كنت يا نهار أبيض! ماشية بطال. وطب اعمل ايه؟ انا وقتها ما اتخضيت ان انا طب طبعًا. اعالج المساله دي. انا في العدد اللي بعده كتبت القصه كامله، وان هي واتصلت بيها إمم. وطيبت خاطرها. بس انا إمم. في المسافه ما بين انه الموضوع نزل إمم. ولسه هنكتب بعدها باسبوع بقى، كان إمم. جورنال اسبوعي، ده كان جرعان إيه؟ كان صوت الام. كان صوت الأمة؟ إمم. فكان قعدت عندي شويه ان انا لا، انت ممكن تاذي حد بشكل إمم. شخصي يعني. إمم. ده المره الوحيده اللي فكرت فيها ان انا لا، إمم. يعني الشغلانه قاسيه. وانا عايز اقول لك حاجه، احنا بنشتغل شغلانه آه، يعني قاسيه جدا جدا على اللي بيشتغلوها إمم. وعلى اللي بنشتغل عليهم يعني. طب أنت إزاي بتحافظ على، يعني إزاي بتحافظ على سلامتك النفسية والعقلية في وسط الكلام ده؟ يعني حاجة زي دي إنك ممكن تأثّر على حياة حد سلبي أو بإيجاب، دي حاجة مش لا، سهلة. اصل انا عندي صيغه ودي يعني اشتغلت عليها وضربت نفسي عليها بشكل كبير. انا إمم. اتنين مش واحد. أنت 2 مش 1. يعني انا عشان إمم. احافظ على سلامي النفسي إمم. فأنا قررت إن أنا أبقى 2. إمم. يعني الشخص اللي هو بيشتغل في الإعلام وبيدخل في مشاكل وبيتخانق وناس بتشتمه وناس إمم. بتقل أدبها عليه وناس مش عارف إيه، إمم. ده شخص. والشخص التاني اللي هو محمد الطبيعي إمم. العادي، اللي هو عنده بيت وأسرة وأصحاب إمم. وبيقعد معاهم على القهوة ومش عارف إيه إمم. وبتاع، ده شخص لوحده، مش متورط هو في الشخص العام دي مش ده شخص ده اللي ليه مشاكل بيشتغل وده ما لناش دعوة اللي بيه. بيشتغل ده. انا عايز إمم. اقول لك، لانه مثلا إمم. لما اكتب موضوع مثلا، ويبقى واحد قاعد كده في على القهوه بيشرب شيشه وبيقرا الموضوع، سواء بقى بيقرا آه. الوقت من التليفون ولا بتاع، إمم. وما عجبوش فشتمني إمم. وقال لك ابوك وامك وخالتك وعمتك، هو إمم. بيشتم اللي كتب. كويس، تمام. بيشتم اللي إمم. كتب. عايز اقول لك احيانا انا بقعد في يعني لما اقعد اشفق عليه يعني انا بقى لما بقعد والله العظيم بقعد اشفق عليه، اقول له انت تستاهل يعني، وانت عبيط وانت تدخل نفسك في القضايا دي ليه وتعمل وبتاع، والله آه. العظيم. فليه؟ لانه انت لو توحدت مع حياتك كلها، إمم. توحدت في المساحه دي إمم. مش هتعيش. ما هو انت بتلاقي ناس قاعده بتهاجمك، وتهاجمك بقى بسبب موقفك السياسي، تلاقي تهاجمك بسبب افكارك، إمم. إمم. تهاجمك بسبب ان شكلك مش عاجبه إمم. وانت صحي بتطلع في الصبح مش التلفزيون. إمم. هو ظروفه صعبة، هو متأزم من حاجة، فبيلاقي حد في الإعلام فيقوم إيه إمم. مفضي الغضب فيه وبتاع. تمام، انت معذور يعني، بس انت كمان مش هتقرق حياتي، مش هتخليه. إمم. انا بشوف ليا زملاء يعني في الإعلام وبتاع متأزمين نفسيا جدا انه حد إمم. بيشتمهم. ما هو بيشتمنيش، هو بيشتم شخص بيقوم بعمل عام. إمم. خلاص عيش معاه، إمم. عيش معاه. انا بعزل نفسي لانه انت ليه؟ لانه انا جيت في فتره مثلا انا لا كنت هتتجنن. إمم. هو يا جماعه في ايه؟ وانا راجل بكتب رايي.
أنت ممكن ترفض رأيي وشكرًا، أو تقول لي رأيك مش عاجبني فأقول لك أهلًا وسهلًا، إمم، إنما تدخل في سخافات إمم. ليه؟ فهو بقى يقول لك ده شتمني، لأ ما شتمنيش، هو طب شتم اللي قرا له. وعي زي ده برضه اتكوّن عندك إمتى؟ اتكوّن من مرّة كان في هجوم شديد جدًا وكنت حاسس إنه خلاص أنا في حالة نفسيّة صعبة، إمم، سألت نفسي سؤال قُلت له: "أنت عامل كده ليه أصلًا في إيه؟" إمم، يعني أنا أمّا قُلت إمم، باعمل كده ليه؟ ما هو خلاص هُم بيشتموا اللي كتب، أنت مالك أنت؟ أنا لقطتها بس بدأت أتمرّن عليها، لإنه إمم، خلّي بالك إن أنا أقول لك مثلًا إن أنا ما باتضايقش من الشتيمة، أنا فعلًا، فعلًا اللي هو الشخص الطبيعي، إمم. اللي هو الإنسان الطبيعي محمد اللي الطبيعي يعمل في ده، البيت. الطبيعي إمم، ده لأ إمم. ما يعرفش حاجة عن الموضوع. ما اضايقش نفسي، إمم، حياتك هتنتهي يعني، إمم، لإنه إمم، كمان الوقتي بقى في حالة من مش عايز أسميها يعني، بس من الحُمق في التطاول إمم، غير طبيعية، إمم. غير طبيعية يعني. فلأ أنا مش هابقى بقى يعني أسير الحملات دي، طب وإنه هل ده خلّاك مرّة مثلًا تختار الصمت، إن في حاجة ما تردّش عليها، لأ ما أنا ما تتكلّمش، باردش ما تقولش أصلًا، لا، 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 رأيك؟ ما باردش أصلًا. لا، لأ، عامةً ع موضوع ما تكتبش لا، لا، عنه؟ لأ، ما هو الشخصية أنا باكلمك بجد حقيقي يعني، أنا أنا مش متفهّم ده جدًا، يعني متفهّم ده الفكرة دي جدًا. مش جاية لي دلوقتي وأنا بارُد عليك، لأ دي إمم، فكرة أنا قُلتها باقولها لأصحابي كتير يعني، إمم، أحيانًا إمم، أقدّم لهم هذا العلاج، في ناس بتحاول وفي ناس إنه الشخصية دي بقى أنا إيه، اديتها مساحة كل النَزَق اللي ممكن تمارسه وكل الجرأة وكل الشجاعة وكل إمم، الحُمق، يعني إمم. اللي هو اتصرّف براحتك بقى. اعمل اللي أنت عايزه. ماشي براحتك. فلإنه المجتمع نفسه إمم، مش سوي نفسيًا، يعني إمم، المجتمع إمم، بفعل حاجات كتير، يعني بفعل أوضاع اقتصادية، بفعل أحداث سياسية حصلت، بفعل إمم، خلّي بالك المجتمع المصري مَر بمرحلة صعبة جدًا، وأصعب حاجة إنه الناس تحلم بحلم كبير جدًا وبعدين فجأة ما يتحققش يعني. إمم، يعني الناس بعد يناير كانت بتحلم بحلم كبير وكانت مصدقة حاجات، باتكلم عن الناس العادية مش الجماعة مفهوم. اللي هم إمم، يعني إيه كانوا الهليبة في الحكاية. إمم، لقي نفسه إنه لأ يعني ما حققش حاجة، ففي مجتمع في كسرة في المجتمع، وده مخلّيه عنيف بشكل كبير جدًا. عنيف بمعنى؟ عنيف في التعامل مع بعضه، أنت لو في واحد رصد الحالة بتاعتنا بحالة التشابك اللي هي اليومية على الفيسبوك بيننا وبين بعض، بيقول لك إمم، لأ ده مجتمع مجتمع مريض. محتاج مصحة نفسية. إمم، أصل أنت يا عم أنت بتقول رأي، إمم، طلع صح، طلع غلط، الدنيا ما اتهدِّتش، إمم. فتلاقي في سيل من انفعالات. الانفعالات إمم، والتجاوز إلى آخره، إمم، اللي هو مش مُبرر، يعني لا يتناسب أبدًا مع الاختلاف، مع حجم الاختلاف. إمم. إحنا ممكن نختلف مع بعض بهدوء، لكن ده مش وده مش طبيعة، ده أنا يعني ده جديد علينا، يعني ده مش حاجة قديمة. بفعل الأحداث اللي حصلت إمم، الأخيرة وغير كده كمان التكنولوجيا ساعدت في ده. إمم، خلّي بالك التكنولوجيا كمان بتعمل نوع من الجرأة، يعني أنا هاقول لك على حاجة، أنا إمم، مرّة رُحت النقابة يوم انتخابات النقابة، إمم، وكان معايا صديق يعني شغّال معايا اسمه محمد نصر، إمم، فأنا طول ما أنا ماشي داخل انتخابات النقابة ناس بتسلِّم عليك وناس هتتصوّر معاك وناس عايزة مش عارف إيه، وناس تقول لك والله مش عارف إيه وبتاع، إمم. وبمنتهى الوِد وبمنتهى المحبة ومش عارف إيه بتاع، فهو محمد ده مايل كده عليّا قال لي: "أُمّال اللي بيشتموك فين؟" يعني ما كل دول ناس قاعدين، أنت بتلاقي بقى في الشارع لمّا ييجي واحد فعلًا أنت أنا ما فيش مرّة لا أذكر على الإطلاق إنه في مرّة حد قابلني في الشارع والّا جه قعد معايا والّا بتاع، قال لك كلام واتعامل سلبي. بشكل سخيف، إمم، بالعكس، إمم، يعني حتى لو مختلف معاك بييجي يتكلم معاك بأدب إمم. شديد جدًا. بُص، الاختباء ورا شاشة مسهِّل حاجات. بيخلّي الناس حاجة تانية، إمم. يعني عارف أنت بيغيّر في الشخصية؟ أنت عارف بالضبط هاقول لك على حاجة إزاي، إمم، في سلوك كده خاص للإنسان وهو لوحده، إمم. صح؟ طبعًا. يقلع هدومه، يفضل عريان قاعد إمم. في البيت، آه. يقف قدّام المراية يعمل إمم، حركات مع نَفْسه، إمم، في حاجات كده بتاع. أنا باعتبر إنه الاختباء ورا الشاشة دي مساحة بتتجرّد فيها الناس من أي منظومة قيمية، اللي هو بيقول اللي هو عايزه، ما حدش إمم، شايفه، إمم. مع إنه عبيط لإنه ممكن يتجاب، يعني دي أزمة أيوه تانية، يعني طبعًا. هو ممكن يتجاب، إمم، لكن هو ورا الشاشة دي أعتقد وده بسبب
إنه إحنا طول الوقت عندنا فرق ما بين الوعي الاجتماعي والوعي التكنولوجي، يعني الوعي التكنولوجي إمم. بيبقى سابق. أنا دايمًا أضرب مثل في الحكاية دي، لمّا الأسانسير نزل مصر، دي تكنولوجيا كانت فظيعة متطوّرة. جدًا. فأنت لحد دلوقتي مثلًا هو الأسانسير بيشتغل إزاي؟ إنك تدّي order وتستنى، إمم. فلو ما نزلش فتدّي order تاني، هو خلاص أنت ادّيت order، أو واحد ييجي من وراك يدوس تاني. فيلاقيك أنت دايس الزرار إمم. فيدوس هو كمان. إمم. هنا الوعي الاجتماعي متأخّر عن الوعي التكنولوجي، زي بالضبط إمم. المشهد اللي الناس بتضحك عليه، إنك تسحب الفلوس من المكنة وبعدين تعدّها. بتاعة ده. إمم. ما هو ده وعيك هنا، الوعي إمم. الاجتماعي، ما أنتش مُدرك إن التكنولوجيا تقدر تقدر تعمل ده. ط ف ف فال ده برضه عاطي للناس إن التكنولوجيا دي هي هتحميه، أو هو ما حدش شايفه، إمم. أو هو كده مستخبي، فبيتجرد بقى من، زي ما باقول لك، من أي منظومة قيمة، زي ما أنت تبقى قاعد لوحدك كده وقاعد إمم. شقلباظ في الحاجات بتحصل. طب تعمل هل أنت الحكاية دي أكيد يعني، طبعًا كل أكيد واحد كُلّنا. آه، كُلّنا. آه طبعًا. طب هل في فرق ما بين إن أنا أكتب تصريح جريء أو أتكلّم في موضوع بشكل جريء، أو أبقى تصريح أو كلام بشكل مستفز؟ بُص هاقول لك على حاجة، في أكيد ناس بتبقى عايزة تستفز الآخرين في إمم. أنا باتكلم عن نفسي مثلًا، عمري ما كان عندي نية مبيتة لاستفزاز الناس إمم. خالص يعني. أنا باتكلم عما أعتقد إن هو صحيح، إمم. وبقى عندي مدرسة في العناوين، ناس كتيرة ممكن تبقى منزعجة منها، بس يعني أنا جيت في مرة، وده برضه كان من المشاكل اللي حصلت. يعني كنا قابلنا محمد بن سلمان إمم. ولي العهد MBS. السعودي. إمم. وبعدين اتكلم إزاي إن هو إن الله، معنى الله كان مختطف من قبل المتشددين والمشايخ وكده، وإن إمم. هو كان عايز يعيد الله مرة أخرى لمعناه اللي هو إيه، الإسلام الوسطي والسمح يعني. إمم. فأنا كتبت موضوع مثلًا وعملت عنوان إيه، محمد بن سلمان يسترد الله من أيدي المتطرفين. حلو؟ إمم. أنا شايفه عنوان عادي. إمم. أنا عايز أقول لك إنه حصل حملة غير طبيعية وقتها وبتاع، والناس اتضايقت، وإزاي ومش إزاي، أنا بس ما باعملش ده، رغم إن أنا استخدمت المعنى ده إمم. مثلًا لمّا كانوا في الآباط بيطلعوا جبل المقطم عند سمعان الخراز. إمم. فأنا فاكر مرة في الصفحة الأولى خدت صورة وكتبت: الأقباط يقابلون الله على جبل المقطم. إمم. ما بتبقاش إمم. أنا تحديدًا يعني ما بتبقاش بتعمل عنوان عشان تستفز الناس أو إمم. تزعّلهم أو إلى آخره. أنا شايفه عنوان طبيعي يعني. اللي بيشتغل وهو عاوز يستفز الناس ده إمم. قاصد يعني ومخطط ليه، ما أعرفوش. لكن أنا ما أعرفش بقى، هل أنت بقى اللي أنت بتقوله هو مستفز بالطبيعة؟ نصيبي كده، يعني هاعمل إيه؟ طب هل دلوقتي إحنا الميديا أو الصحافة أكتر بتجري ورا فكرة إن أنا أعمل حاجة trend أو أدوّر على الحاجة الtrend، هل ده أثّر على نظرة الناس لفكرة الصياغة، إن هي تكتب حاجة مستفزة أكتر عشان تشد الناس أكتر، اللي هي شوف بُص، clickbait؟ الإعلام دلوقتي أسير لدى الجمهور. أثير لدى الجمهور. إمم. الإعلام أسير لدى الجمهور. إمم. يعني زمان كان الإعلام هو اللي بيحدد الأجندة بتاعة الناس تفكّر في إيه إمم. وتتكلّم في إيه إمم. وهكذا. دلوقتي لإنه الجمهور هو شريك في إنتاج المحتوى من خلال السوشيال ميديا يعني. إمم. وخلّي بالك مثلًا لو أنت بتقول إيه اللي وصّلنا للمرحلة دي؟ هل الإعلام هو اللي قرّر إن هو يعمل حاجات جاذبة عشان يجيب الناس، والّا الناس اهتمّوا بموضوعات معيّنة ليها طبيعة خاصة، فالإعلام قال لأ أنا لازم أشتغل عليها عشان أجيب الناس؟ إمم. ده سؤال مهم جدًا. وإحنا منطقي. قاعدين مع بعض دلوقتي، لو إمم. فتحت أي موقع في مصر وفي الوطن العربي إمم. وادخل على الأكثر قراءة، ماشي. هتلاقي الأكثر قراءة دائمًا ليس هو المهم ليس هو المهم. على الإطلاق. إمم. يعني الموقع بتاع الشرق الأوسط، إمم. وموقع الشرق الأوسط ده موقع مرموق يعني. إمم. اللي بيسمعني دلوقتي أنا وأنت، افتح الموقع دلوقتي وشوف الأكثر قراءة، إمم. تلاقيه قاعد يقول لك 5 أكلات تحميك مش عارف من إيه، SEO لكي وبتاع، تحافظي على بشرتِك حاجات مش عارف الSEO. اعملي إيه. حلو؟ إمم. ده موجود، ده موجود. إمم. إذًا أنا هنا
اللي بيصنع الإعلام في نوعين من الإعلام، إمم. اللي هو إيه، إعلام يعرف احتياجات القُرّاء فيلبّيها ويرقّيها. حلو. حلو، إمم. أنا باشوف هي الناس محتاجة إيه، إمم. مش عايزة إيه. محتاجة إيه غير عايزة إيه، طبعًا، بمعنى؟ طبعًا. يعني أنت لمّا تيجي مثلًا أقول لك أنت عايز إيه في الحياة؟ ما عايز تعمل كل حاجة، مثلًا. قانونية، غير إمم. قانونية، تمام. بتاع مش عارف إيه، إمم. عايز تاكل إيه، عايز تاكل، إمم. لكن أنت محتاج إيه، إمم. تاكله عشان تبقى كويس، ده موضوع تاني. إمم. ولذلك الإعلام اللي هو يبني، هو الإعلام اللي مفروض يشتغل على اللي الناس محتاجاه، مش اللي الناس عايزاه. طب وده موجود في مصر؟ لأ، ولا في أي حتة في العالم، طب ده إزاي يبقى موجود؟ ولا هيبقى موجود. ريح ده دماغك، ده ولا خرافة، هيبقى موجود. حاجة مش هتحصل، مش لأنه هتتحقق. بُص، يبقى موجود في حالة لو في حد بينفق عليه، لأنه أنا لو عملت ده ما حدش يعني أنا لو عامل صفحة على الفيسبوك مثلًا إمم. باعمل فيديوهات، إمم. لو الفيديوهات دي ما فيش فيها لمحة الإثارة والاستفزاز، سواء اتكلمت في السياسة، في الدين، في الحب، في الجنس، في الاجتماع، في الاقتصاد، في البتاع، إمم. لو ما فيش فيها ده ما إمم. حدش هيقبل عليه. أنا هنا باتكلم بإيه؟ بالتجربة. مفهوم. إمم. يعني الناس تقعد تقول لك يعني لأ ويجب وينبغي، أنا تمام، إمم. يجب وينبغي باقوله في الجامعة كويس جدًا، إمم. لكن في في المهنة الحقيقة. إمم. لأ، في جمهور بيفرض نَفْسه بشكل ضخم جدًا، وزي ما باقول لك فأنت كنت باقول لك ففي نوع إمم. يعرف احتياجات القارئ ويلبيها ويرقيها. إمم. يعني في ناس عايزة تقرا في الجنس، إمم. ماشي، ما أنا ممكن أقدّم الجنس بشكل مبتذل جدًا، وممكن أقدّمه بشكل راقي. إمم. حلو. طيب في نوع بقى إنه هو بيعرف احتياجات الناس، فبس بيلبّيها زي ما هي، إمم. ما بيجتهدش، وده بيشكّل خطر، أكيد بيشكّل خطر، وده بقى زي ما باقول لك زي بتوع الSEO كده، هو بيشوف الناس عايزة إيه، فبيدّيها لها. بيطلّع لهم الحاجة اللي هم عايزينها. حلو. الإعلام ده بقى التاني اللي هو بيلبّي الحاجات زي ما عاوز، ده ممكن بقى يدخل من خلاله تضليل الناس، وإنه إمم. يسوقهم في اتجاه معيّن، وإنه يخلّيهم يخدّموا على حاجة معيّنة. طب هل السوشيال ميديا أثّرت على حاجة زي كده؟ جدًا. إزاي بقى؟ يعني إزاي السوشيال ميديا بقت أداة لاست ل ل لتضليل، لإن هي توفّر للناس إعلام أو نوع من الإعلام اللي هي عايزاه مش اللي هي محتاجاه، إزاي ده حصل؟ بُص، أنا أضرب لك مثل، إمم. بعد الثورة كده، ففي واحد كتب إنه الآن في انتفاضة من جنود الأمن المركزي في معسكر الدراسة مش عارف كذا. إمم. حلو، على الفيسبوك. إمم. فأنا وقتها كنا في الموقع بتاع الفجر، فأنا قُلت للمحرر بتاع الداخلية، قُلت له: "يا حبيبي اتحقق من الموضوع ده." إمم. قال لي: "ما هو ده خبر يا دكتور ننشره." قُلت له: "لأ، ده مش خبر، إمم. دي معلومة." إمم. ومعلومة كانت بتوصل الجرايد إزاي زمان، من المشهور أوي يقول لك الديسك بتاع الأهرام ده، ديسك الأهرام ده حاجة كانت مقدسة يعني، إمم. قاعدين في الأهرام بالليل، فمثلًا واحد يلاقي في حريقة في مصر الجديدة، إمم. فيقوم مكلم ديسك الأهرام إمم. في التليفون يقول لهم في حريقة دلوقتي في المكان الفلاني، إمم. فينزّلوا ناس صحفيين يغطّوا. ياه! إمم. الفكرة هي إنه المعلومة اللي كانت بتيجي لي من التليفون بقت تيجي لي من السوشيال السوشيال ميديا، ميديا. فما إمم. يُنشر على السوشيال ميديا ليس أخبار، هي معلومات، إمم. ومعلومات على ذمة صاحبها أنا كصحفي إمم. مسؤوليتي إن أنا أنزل أتحقق منها. تتحقق منها. لكن أنت دلوقتي بتيجي تشتغل، في ناس بتاخد من السوشيال ميديا إمم. معلومات وتنشرها على طول. أنا عملت بحث على المعايير، إمم. المعايير اللي بتضبط استخدام المعلومات اللي على السوشيال ميديا في التغطيات الإخبارية. تمام. بحث علمي يعني، وقدمته في مؤتمر في الجامعة، اللي آه. هو يجي يقول لك مثلًا إنه الحسابات اللي أنت تاخد منها على تويتر مواصفاتها إيه؟ لازم إمم. تبقى مراعي عدد المتابعين، إمم. وإنه الشخصية دي شخصية عامة والّا مش شخصية عامة، إمم. وليها مصداقية والّا ما لهاش مصداقية. إنما أنا مثلًا تلاقي في حساب اسمه بوبوس مثلًا، كاتب معلومات، فأنا إمم. باخد معلومات من على حساب اسمه بوبوس أقولها وإن دي معلومة؟ إمم. ما ينفعش. إمم. فالحكاية ليها أصول، بس أنا عايز أقول لك بقى إنه ما الموضوع بقى بزراميط أصلًا. إمم. كويس، إنه السوشيال ميديا غطِّت وإحنا كمان يعني عارف إيه، لإن إحنا مش متعلّمين كويس، إمم. الصحفيين في مصر مش متعلّمين كويس إمم. ومش متدرّبين كويس،
إمم. فهي حلوانة في سلوان. إمم. أنا عايز أقول لك على حاجة، إنه كثير من المحتوى اللي بتنتجه الصحافة المصرية في معظمه إمم. ب ضعيف جدًا وبائس جدًا، طب ده سببه إيه؟ يعني قلة جدًا. التعليم والتدريب ده أيوه، سببه إيه؟ لأ وده الأساس، أنا بالنسبة لي ده إمم. الأساس، إنه في التدريب والتعليم والتدريب، إمم. والظرف السياسي والاقتصادي اللي مصر مرّت بيه من 2011 حتى الآن. إمم. تعالَ قارن الأهرام قبل 2011 والأهرام دلوقتي إمم. مثلًا. إمم. أنت بتتكلم في جورنان كان بيوزّع مثلًا يوم الجمعة 1.5 مليون مثلًا. أهرام الجمعة ده مليون نسخة. إمم. النهارده النهارده ممكن الأهرام ما توزّعش في اليوم أكتر من 30,000 مثلًا. إمم. مثلًا. ده إذا وزعت. فهنا إمم. الظرف الاقتصادي إمم. والظرف السياسي أثّروا كمان في المحتوى اللي أنت بتشتغل عليه. فأنت بتقول إن السوشيال ميديا أثّرت، طبعًا السوشيال ميديا أثّرت. السوشيال ميديا بوّظت أجيال في الأجيال اللي بتدخل الصحافة. إمم. وأقول لك إزاي عشان ما ابقاش باقول كلام أيوه في طبعًا، الهوا يا يعني. ريت. إمم. زمان لمّا كان الصحفي بييجي كان بيسعى لحاجتين، بيسعى لمساحة التحقق المهني إمم. ومساحة التحقق الوظيفي، إنه يتعيّن ويدخل النقابة ويبقى متأمن عليه. وبعدين التحقق المهني ده إنه ينزل موضوع وينزل عليه إمم. اسمه، وبعد شوية البونت الصغير ده يبقى بونت أكبر، إمم. وبعدين تنزل صورته على إمم. الموضوع فيبقى حاجة عظيمة جدًا، وبعدين الموضوع لمّا ينزل فيلاقي ناس تتكلم عنه، إمم. فده تحقق مهني. إمم. أنت بتلاقي دلوقتي عيل صغير عنده 10، 15 سنة إمم. حصل له هذا التحقق المهني وعنده صفحة على الفيسبوك بينزّل عليها رأيه، وبيلاقي ناس أصحابه بيقولوا له: "الله تتفاعل. عليك يا حبيب والديك، إيه إمم. العظمة دي، أنت كاتب عظيم، أنت كاتب كبير، أنت مش عارف إيه." إمم. وبعدين يحط صوره فالناس تبقى شايفاه وعارفاه. إمم. فهو قطع شوط في التحقق المهني ده، اللي هو بقى تحقق إنساني، إن أنا إمم. معروف وباكتب والناس بتقول لي رأيها. إمم. فلمّا تيجي لك للمؤسسات الصحفية هو عاوز تحقق وظيفي فقط، عاوز يتعيّن إمتى، إمم. وعاوز يدخل النقابة إمتى، وعاوز ياخد كام. طب التحقق المهني حضرتك إحنا هنعمل فيه إيه؟ مش شاغله، مش لإن هو مهم، مش مهم. ولذلك تلاقي في صحفيين مثلًا جاب معلومة خطيرة انفراد ممكن تفيدني في الموقع، فينشرها على صفحته قبل ما يجيبها الجورنال. طب هو ليه؟ ده ال إمم. لإنه هو هنا هو الصفحة دي اللي بتعمل له التحقق. إمم. حلو. فده مثلًا أثّر في جيل بيشتغل في إمم. الصحافة، إمم. دمّره، دشمله. إمم. بالإضافة بقى إلى إيه، إنه المحتوى اللي بيتكتب على السوشيال ميديا سواء البوست اللي بيتكتب أو التويتة اللي بتتعمل إمم. أو أثّر تأثير كبير جدًا على بنية الكتابة الصحفية. أنت دلوقتي ما تلاقيش صحفي أو ما تلاقيش عدد كبير من الصحفيين يكتب لك حوار صحفي كما ينبغي، عندهم أو مشكلة في يكتب الصياغة. تحقيق صحفي كما ينبغي. إمم. نافس وقِسر، لإن هو اعتبر إنه خلاص إذا كانت في وسيلة خلّيته يقول كل حاجة في 140 حرف. إمم. إيه الرغي اللي أنتم عاوزين تعملوه ده، وإيه الموضوع كتابة وتكتب صفحة وتكتب مش عارف إيه، وحد هيقرا الكلام ده إمم. وحد مش. المهنة اتضربت وما حدش واخد باله. إمم. يعني المهنة بأصولها إمم. كصحافة وككتابة، وكإنك تكتب حوار صحفي، وإنك تكتب تحقيق صحفي، وإنك تكتب تقرير صحفي، إمم. وتكتب قصة صحفية خبرية، وتكتب مقال، كل ده اتضرب. إمم. فالأجيال الجديدة دي بعد شوية مش هتلاقي الأشكال دي موجودة في الصحافة. طب المشكلة دي في التعليم، في المؤسسات التعليمية لأ، والّا في هنا والّا في المؤسسات إحنا سِبنا الصحفية؟ التعليم والتدريب وجينا على تأثير السوشيال ميديا أنا على فاهم، الموضوع. آه. هو بقى وهو بيعلّم وهو بيدرّب ما بيراعيش ده، إمم. لإنه كمان مثلًا يعني أنت تعالَ للناس لأسماء اللي بيدرّبوا في إمم. مصر، إمم. كويس، نُصّهم نصّابين ونُصّهم عاوزين يتدرّبوا. أصلًا. معلش في التعبير. فإيه آه. إيه الحكاية؟ إمم. لأ، أنت عندك مشكلة حقيقية. أنا هنا بقى ده ناس كتيرة مش ملتفتة للي أنا باقوله، لإن أنا باقول لك إمم. في تفاصيل. إمم. إزاي إن هو صحفي هو متعود يكتب 140 حرف وخلاص المسألة خلصت. فتيجي تقول له اعمل تحقيق. لسه في ناس عشان ما نبقاش إمم. يعني إن الصورة سيئة، لسه إمم. في ناس بتعرف تعمل ده وبتعرف تشتغل وصحفيين كام في وشباب المِيّة؟ صغيرين وعدد قليل جدًا. إمم. يعني عدد قليل جدًا اللي يعني ممكن لو قُلنا تلاقيه. في 10,000 صحفي، في كام في المِيّة منهم لأ ولا 5%. 5%؟ ولا 5%، لأن أنت قاعد إمم. موجود دلوقتي. أنت كمان اللي هو الموضة بتاع السيو دي دمّرت الشغلانة، إمم. دمّرت المهنة. طب أنت شايف مستقبل المهنة رايح فين؟ لأ هو مستقبل المهنة الأول محتاج وقفة، يعني عشان أتكلم عنه، لإنه أنا بقى إمم. في أمراض كتيرة جدًا حاصلة إمم.
والناس مش ملتفتة ليها. يعني هو يقول لك تيجي ببساطة كده يقول لك لا لا أصل الإعلام خلاص إمم. الحكاية إيه أنا هعمل. وبعدين حصل حاجة إنه الأشكال الجديدة دي جابت فلوس كتير لناس، طبعًا. فقال لك خلاص ما أنا طب يبقى ده أنا الصح. هقعد هجيب أحط الكاميرا قدامي وأطلع أقول أي كلام، إمم. هطلع أقول أي حاجة إمم. وهحط الفيديو والفيديو في ناس من اللي بيسموهم المؤثرين والبتاع influencers. اه إمم. المفروض يدخلوا السجن اصلا. في يعني ناس يطلع دخلت يوم السجن. حاطط العنوان لا إمم. اسيب لا مش دول إمم. لا مش دول بتوع عيال ريكلام وعيال بلطجية كباريهات دول اللي حبسوهم دول. لكن في ناس فلان الفلاني اللي هو من المؤثرين بيتكلم في السياسة إمم. بحط عناوين كلها تضليل. إمم. ليه؟ لأن هو لو حط عنوان طبيعي ممكن نسمع يعني عنوان طبيعي معلومة طبيعية عادية جدا بتاع، لكن هو لازم يقول له مش عارف ايه وامريكا دخلت اوضه نوم اللي مش عارف مين وبتاع وشوف السيناريوهات للبتاع حاجات كده. طب أنت برضه تاني مستقبل الصناعة شايفه رايح فين؟ انا عندي وجهة نظر انه مستقبل الصناعه مش هيتحدد في مصر الا إمم. ما نبقى موظفين الوضع الحالي شكله عامل ازاي. يعني انا هقول لك على حاجه، انا بمعنى مثلا الصحافه الورقيه اعتقد انه مش اعتقد انا الصحافه الورقيه هي في مصر جثه يعني في انتظار من يدفنها. إمم. بس هو ما شايف يعني ما لهاش خلاص مستقبل، لا ماتت. هي جثه خلاص ما إمم. فيش ما محتاجه بس اللي يدفنها يعني إمم. يعني يوريها التراب يعني. إمم. واحنا عندنا صيغه ناس يقول لك اصل انت لو عملت محتوى كويس في الصحافه الورقيه ممكن تتقرا. طب ما انا بعمل محتوى وبنشره على الموقع، انا محتاج اوصل للناس. وعايز اقول لك على حاجه، الناس اللي بيتباكوا برضو على الصحافه الورقيه دول يعني انا شايف ان هم متجمدين جدا يعني. ما فيش منطق دلوقتي للصحافة لا الورقية. مش مسألة كده، انت ماسك فيها ليه؟ ما عادي إمم. ممكن جدا ما تبقاش موجود. هو انت دلوقتي لما بدأوا الأغاني فكانت بتتعمل على اسطوانة، إمم. فالاسطوانة بقت شريط كاسيت بقى بقى CD فلوبي بقى ديسك فلوبي زي بقى ده بتاع. بقى سي إمم. دي بقى على MP3 player. سنجل بقى صح. بالضبط. إمم. هنا الأشكال اختلفت لكن الغناء زي ما هو إمم. ما حصلوش حاجة. برضو الإعلام الأشكال بتختلف لكن الإعلام هو الإعلام. ولذلك مثلا ما كان يجي يقول لك إيه أزمة الصحافة في مصر، لا يا إمم. حبيبي هي مصر مش فيها أزمة صحافة، هي مصر فيها أزمة صحافة ورقية، أزمة صحافة وسيط، ورقية. أزمة إمم. وسيط مش أزمة محتوى. إمم. لأنه أنت بتيجي أنا هقول لك أنا متربي على الصحافة الورقية، أنا ما عادش إمم. بشتري جرايد خلاص بقالي بطلت. سنين إمم. بقالي سنين إمم. كويس. طب اذا كنت انت اللي متربي في الصحافه الورقيه والى اخره إمم. انت ما عادش بتقرا. الاجيال الجديده في انماط اللي هو الاطلاع اختلفت. إمم. فانت ماسك في مساله ازاي نقوم الصحافه الورقيه، ان شاء الله ما قامت، إمم. ان شاء الله ما قامت. ما خلاص تشوف الاشكال ده وسيط الجديده، وانتهى ما بالنسبة تشوف لك. الاشكال الجديده عامله ازاي. انا لو يعني انا لما جيت عملت جورنان جديد اللي هو حرف جورنان ثقافي حرف. عملته ديجيتال. إمم. ما فكرتش لحظه ان انا اعمله ورق. كله ديجيتال ما هو 100%. ديجيتال إمم. بينزل على الموقع والناس ممكن تعمل داونلود ليه وبنبعته للناس والى اخره وبتاع. لا وجورنان بيصدر وليه ترخيص جورنان وكل هو شكل حاجة. الجورنان التقليدي، إمم. شكل الجورنان التقليدي إمم. بتوضيب الجورنان التقليدي والى اخره. إمم. عملناه ما فكرتش في لحظه لانه فمساله ان انت ماسك في حكايه الصحافه الورقيه دي لكن هي المشكله اللي احنا محتاجين يعني نتكلم فيها هي فكره مدخلات الصناعه نفسها. بمعنى ايه مدخلات الصناعة؟ بمعنى ايه مدخلات الصناعه؟ يعني انت مثلا البنيه الاساسيه للاعلام المصري المفروض تتحدث بشكل اكبر من كده. البنية الأساسية اللي البنيه ايه؟ الاساسيه ليه يعني انت عندك دلوقتي التلفزيون إمم. مبنى مسبيرو، ايه المبنى الضخم ده؟ إمم. المؤسسات الحكوميه ايه المباني الضخمه دي؟ إمم. بص في المستقبل الاعلام لا مكان فيه للحيتان الكبيره. مستقبل لا مكان الاعلام للحيتان الكبيرة. مستقبل الاعلام المكان فيه للسمك الصغير الرشيق الذكي سريع الحركه والانتشار. إمم. فاستوديو زي ده ممكن يهزم مؤسسه، إمم. استوديو صغير. فهنا انت لازم تتحرر عشان تتكلم عن مستقبل الاعلام، لازم تتحرر من مبنى الاهرام. إمم. فيقول لك تاريخنا تمام، تاريخ ما هو تاريخ هيفضل تاريخ مش هيتلغي. إمم.
لكن المؤسسات الضخمه دي لازم تتفكك. مسبيرو تتفكك. تتفكك. انت بتتكلم، انا بقول لك انت ليه يعني في عملاق موجود، دار الهلال حركة. دار الهلال موجوده في قصر منيف. قصر منيف، اصول دار الهلال توصل حوالي 7 مليار. يا نهار ابيض، 7 مليار. صف الاصول وبقى عندك 7 مليار. وحط اصدارات دار الهلال في مبنى كده بسيط صغير والناس تشتغل، والفلوس دي تبدا تستثمرها في الصناعه طبعا. لكن طبعا. انا بقيت عامل زي اللي هو ايه، عارف المليونير التركي لما فلس، فهو متعود على الاوامر، فجاب ايه 3 قلل وحطهم قدامه، فكل واحد يجي يشرب من القله يقول له ما تشربش من دي، اشرب من دي، عشان يدي اوامر بس. لا، انت تحرر من الفكره. فالحكايه مش وصفه فنيه لمستقبل الاعلام في مصر، لا، انت بتتكلم عن مشاكل ضخمه جدا. الاعلام في مصر مثقل بازمات اقتصاديه وبازمات في التفكير في الدماغ. انا لو جيت النهارده اعمل مؤسسه، هعمل فيديوهات بس مش هعمل محتوى مثلا. ما انا هشوف الناس بس ده بيقع في الحته اللي كنا بنتكلم عنها، اللي الناس عايزاه مش اللي الناس محتاجاه. لا، بص، هنا الناس محتاجه الوسيله دي لانه بقت فرضه نفسها عليا. انا دلوقتي هوصل للناس من خلال الموبايل. فما ينفعش اقول له لا تعالى اشتري الجورنان واقعد في المكان الفلاني. انا المحتوى اللي انا هحطه في الجورنان هعمله بالشكل اللي يناسب الوسيله الجديده. ده مش خضوع مش خضوع ولا حاجه، لكن هو ده السوق. بس خلي بالك في ناس كتيره جدا. انت عارف كنت مره في محاضره والله العظيم، وبعدين في طالب كده ايه، انا بقول يا جماعه عشان تنجح كصحفي لازم تتعامل مع الصحافه او الاعلام انه سلعه وانت عايز تبيعها للمستهلك. كويس. ودي اعلى درجات الترويج لاي حاجه. يعني انت تتعامل مع اي حاجه انت بتقولها، اي فكره انت بتقولها، اي حاجه انها سلعه وعايز تبيعها. فانت لما بتبيعها بتستخدم كل اساليبك في تسويقها عشان تقنع اللي قدامك انه يشتريها. فلقيته وقف وقال لي لا انا مختلف معاك، الاعلام مش سلعه، الاعلام رساله. قلت له طب يا حبيبي، ما احنا ما اختلفناش، ما هو رساله بس في صوره سلعه. وبعدين انا اضحك عليك، يعني انا بقى في الجامعه واقول لك الاعلام رساله، الاعلام رساله بس، وتطلع بره السوق تلاقيه سلعه وتقول ان انا علمتك غلط. ايوه هو سلعه. ماشي، سلعه ليها طبيعه خاصه. ده الفرق. بمعنى يعني هو ده الفرق. طب سؤال، تعال نرجع للسؤال، هو رساله ولا صناعه؟ لا، ما انا بص، خلينا لان الحاجات مش متناقضه. يعني يجي يقول لك مثلا ايه، الاعلام رساله ولا سلعه؟ مش متناقض، ده مش متناقض. الاعلام كمحتوى هو محتوى بيقوم باداء رساله في المجتمع. رساله بقى انه يعرفك اللي بيحصل، انه يثقفك، انه يعلمك في التفسير وتحليل الحاجات، انه يسليك. بالمناسبه دي رساله. حلو، ده الدور اللي هو بيقوم بيه. طيب الرسالة دي بنعملها من خلال محتوى. أنا عشان المحتوى ده يوصل للناس لازم أتعامل معاه إن هو سلعة تتباع. كويس. فابذل مجهود عشان أحسن شكل هذه السلعة، عشان يبقى في مغريات لاستخدام هذه السلعة. إنما أنا أعملها وأنا بقول كلام جد وكلام مهم بس أنا ما بسوقوش، خلاص أحطه جنبي، محدش هيبص له. طب ده تأثيره كان جاي من الجمهور؟ يعني هل الجمهور وعيه زاد، بقى أذكى، بقى أشطر، ولا الوسائط الميديمز اللي حوالينا اللي احنا مضطرين نغير؟ حصل تطور. حصل تطور لأن أنت لما تيجي كده ترجع للتاريخ، هم الناس كانوا بيستخدموا الإعلام إزاي. مصر مثلا كان الجرايد لما طلعت، الجرايد عشان تنجح لازم لها شرط مهم جدا. إيه بقى؟ الناس لازم تكون بتعرف تقرأ. طبعا. صح؟ طبعا. صح؟ مش منطقي؟ لما الصحافة طلعت في مصر محمد علي، الناس ما كانتش بتقرأ، مش بتعرف تقرأ أصلاً. فكنت بتلاقي واحد يقعد وفي 40 واحد حواليه، هو قاعد يقرأ لهم. حلو. الصحافة دي خلت يبقى في إقبال على التعليم، إن الناس تتعلم عشان فدفعت المجتمع لده. الصحافة محمد علي أثرت على الناس، خلتها عندها أيوة، خلت يبقى في رغبة في التعليم. ما هو في سلعة جديدة طالعة أنت عايز لما حصل بقى التطور بتاع التلفزيون مش محتاج يعرف انك تقرا. التلفزيون محتاج ان نظرك كويس وودنك كويسه، مش محتاج انك قدره على الافلام الاجنبي بقى ساعتها. ما لا، هتاخد قراءه تقرا الترجمه ماشي، بس هو في اصله مش محتاج انت
ده تبقى. وبعدين خلي بالك، انا الله يرحمها والدتي كانت يعني مطلعه عيني في الافلام الهندي، اقعد اقرا لها الترجمه والله، وبعدين ازهق في نص الفيلم فتقول لي بتقول ايه بيقولوا ايه يا واد انت كده يعني. أيوه. فالمصريين حتى بيتصرفوا في ده، يعني إمم. هيجي حد يقرا طبعًا حد يقرا الترجمه. حد هيتصرّف. فكل وسيله بيبقى ليها متطلبات. إمم. اللي حاصل بقى التكنولوجيا، لان انا بقف عند التكنولوجيا كتير ليه؟ لانه تاثيرها ضخم إمم. خرافي. ليه تأثيرها ضخم وخرافي؟ لأن هو لمّلك مثلًا موقع إلكتروني، لمّلك الكتاب، ولمّلك الجورنان، ولمّلك التلفزيون، وكمّلك الراديو في حتّة واحدة، حتّة في مكان واحد كل ده. إمم. فغيّر عاداتك. يعني أنت كنت تلاقي كده إيه، والناس يقول لك، تلاقي واحد يقول لك فين لمّا كان مصري يقعد كده في الأوتوبيس ويفتح الجورنان، الصورة دي في مفتقدين. ليه مفتقدها؟ ليه مفتقدها ليه؟ ما حصلناش حاجة يعني. والراجل قاعد على القهوة كده وماسك الجورنان وفارده، يعني عادي خلاص، تاريخ وخلص. في حاجة فبابقى مركّز على التكنولوجيا لأنها أثّرت بشكل كبير جدًا على البتاع، عشان الخيط ما يروحش منّي ومنّك في مسألة المستقبل. فالمستقبل ده إحنا محتاجين نشتغل عليه. خلّي بالك، أي تطوّر بيحصل لازم يقضي على أفكار كلاسيكية تقليدية. الناس طبعًا مثلًا، دوام إحنا الحل المحرج. في مصر مثلًا كانت في جرايد عظيمة جدًا. يعني كان في جورنان بتاع المصري اسمه بتوع آل أبو الفتح دول قبل الثورة، وبعدين ده اتقفل بعد ثورة يناير. ده جورنان مؤسسة، وكان عنده مطابع، وكان عنده شركة توزيع، وكان عنده شركة إعلانات. ده راح فين الجورنان ده؟ قفل، بقى تاريخ، ما حصلش حاجة. هو دلوقتي لو لأن أنا قُلت مرّة الحكاية دي وزمايلنا في روزا اليوسف زعلوا. قُلت لو إنه روزا اليوسف، مجلة روزا اليوسف قفلت النهارده، إيه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجة. ما هي جزء من تاريخ مصر. طبعًا. أنت إنك ماسك في التاريخ وماسك في الأشكال، وزي ما باقول لك كده تبقى واقف قدّام مبنى الأهرام، وواقف قدّام مبنى الأخبار، وواقف قدّام مبنى الجمهورية. وده قيد. لأنه خلّي بالك، أنت المؤسسات الحكومية في مصر مثلًا منظومة الdigital عندها بعافية. جدًا، 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 جدًا. حلو؟ وهم الناس شغالين عليها دلوقتي الحقيقة. بس مش هينجحوا لأنه أنت ما فيش عيال مطقطقة دخلت الشغلانة في المؤسسات. أنا دلوقتي لمّا باجيب باعمل شغل digital في البتاع، باجيب العيال الصغيرة طبعًا. يشتغلوه. هو حساسيته أعلى. ماشي، أنا أضبط الإيقاع عشان دي مؤسسة ليها سياسة تحريرية وليها، طبعًا. لكن هو بيقعد بيفكر. أنت عارف مرّة آمال فهمي كانت بتعمل برنامج زمان، أنت ما تعرفوش أنتم لسه، عارف اسمه أمال على فهمي. الناصية. لأ ما على أعرفش الناصية. البرنامج ده. فكانت استضافت الدكتور أحمد زويل مرّة، فسألته سؤال، قالت له: يا دكتور أنت لمّا بتيجي بتفكر بالعربي والّا بالإنجليزي؟ أنا فاكر وقتها سؤال مهم. في الصحافة الجهل إيه عَم، والناس يقول لك أنتِ بتهزري، وفي حاجة اسمها تفكر بالإنجليزي لأ طبعًا وبتفكر، سؤال لأ مهم. في. طبعًا، طبعًا. فهو الشاب دلوقتي هو بيفكر digital. صح. يعني أنا صح. ممكن أقعد أقول له المقال، هو بيفكر هو هيحوّله لصورة إزاي، هياخد الكلام اللي أنت بتقوله ده ويخلّيه فيديو إزاي. هو بيفكر بالطريقة دي. فعمرك أنت ما هتدخل عصر الديجيتال الكبير مثلًا في المؤسسات الحكومية إلا إذا كان في جيل هو بيفكر ديجيتال. الجيل هو اللي قائم على الصناعة. أيوه، لأن هو فكرة على مش مهم. أنا لو رئيس تحرير مؤسسة، مش مهم أكون بافهم في كل حاجة، ومش مهم أكون أنا باعمل كل حاجة، بس مهم إن أنا أعرف أدير ده. فاجيب أنا ألاقي شاب، أنا عندي هاقول لك على حاجة من غير ذكر أسماء يعني. كان عندي شاب شغال في المونتاج، كان لسه في الجامعة، كان يعني إيه، دماغه مطرقعة يعني. وبعدين هو عليه صورة، حط صورة على الفيسبوك ليه وماسك قطة كده بشكل شكله بيخنقها يعني. فالسوشيال ميديا هو كاتب إيه، إنه مونتير في الدستور. السوشيال ميديا اتقلبت، وإزاي، وحقوق الحيوان، وحقوق الإنسان، وحقوق البحر الأحمر وبتاع. ولقيت الزملاء في الجورنال إزاي نسيبه وإزاي ما نسيبوش، ولأ ده. فأنا جبته وقعدنا مع بعض. أنا مستخسره كدماغ طبعًا. فقعدنا ودردشنا وبتاع ومش عارف إيه وبتاع، والناس كلها مجمعة يقول لك لابد إنه يمشي ويمشي من الجورنال، والزملاء يقول لك إزاي ما يفضلش معانا وبتاع. أنا اتمسكت بيه جدًا لأنه هو عنده حاجة في دماغه، وممكن حكاية القطة دي نحلها. يعني أنا مش هاخسر حد عبقري يعني عشان القطة.
صح. ونحلها كمان، مش عشان صح، قطة صح. يعني إن أنا لأ باقول طبعًا له عذّبها يعني، يتعامل لكن كويس طبعًا، طبعًا. فاقصد إيه، فأنت تقدر تجيب الناس وتشتغل إلى آخره. إمم. وتدير كمان الجيل. لو أنت بتتكلم عن المستقبل، أنت إمم. بتتكلم عن جيل. طب أنا لأ، قبل المستقبل عايز أعرف القطة حصل فيها إيه؟ لا تمام، هو بقى تمام تمام، الحمد لله، الحمد تمام لله، الحمد الحمد لله. لله. لكن فبتتكلم على إدارة جيل مختلف. إمم. يعني مثلًا الجيل من جيل Z وألفا، أنت دلوقتي شغال في بيتا، إمم. صح؟ شغال جيل Z ده بادئ من 97 لحد 2012، وبعدين من 12 أو من 13 ل4. ل25 ألفا، وبعدين آآ الجيل ده ما ينفعش تديره بالأوامر، إمم. ما تديلوش order. ليه؟ لأن هو ملك الأوردرات، هو بيقعد قدام الكمبيوتر يدّي له order يستجيب، إمم. على الموبايل يدّي order يستجيب، يطلب أكل ييجي له مش عارف إيه، طول الوقت هو حياته مبنية إن هو بيدّي أوردرات والناس إمم. بتستجيب. إمم. فأمّا تيجي تديره ما ينفعش تديره بالأوردرات المباشرة، إمم. هي يعني بُص هيحرن، مش هيحرم؟ هيستجيب. آه. يعني يحرن دي فلاحي يعني، يحرن زي الحمار لمّا يبقى طالع مطلع فتضربه يحرن ما يطلعش يعني، ما يرضاش يعمل ما هو ما الorder يعني. رضاش يعمل آه. order يعني. ماشي. دي مثلًا نقطة إمم. في الجيل ما حدش ياخد باله منها، إنك أنت ما ينفعش تديره بالأوردرات المباشرة إمم. في أي شغل. فأنت تقول لأ هو يسمع الكلام ماشي الحال، خلاص عيش مع نفسك. دي مثلًا حاجة من خصائص الجيل دي اللي أنا لازم أهتم، لأنه ده اللي هيشكل المستقبل. أنا في جيل مثلًا إمم. معرفته بسبب مصادر المعرفة اللي هو بيتعرض لها أكتر مني، إمم. واخد بالك؟ يعني أنا باعتبر إنه الجيل ده من Z وألفا ده عمره يزيد على الأقل 10 سنين بالمعرفة اللي هو حصّلها. إمم. أنت كنت زمان تقعد تقعد تقرا في كتاب أسبوع والّا حاجة، وبعدين هو يشوف الكتاب معمول فيلم طبعًا. في ساعتين، ساعتين فاللي أنت كتير. حصّلته في أسبوع هو حصّله في فالمعرفة دي عنده بتدّي له إحساس إن هو في متفوّق يعني، يعني هو الراجل عارف، إمم. فما ينفعش تحسّسه أبدًا بالجهل. بالجهل. تعالَ نرجع نتكلم عن مستقبل الإعلام وGen Z أو Generation Z وGen Alpha. هل الناس دي خطر على مستقبل الإعلام؟ هل رؤيتهم ونظرتهم وطريقة استخدامهم للميديا وللمحتوى، استيعابهم للمحتوى، خطر على شكل الإعلام، والّا الإعلام محتاج يواكب بطريقة أو بأخرى زي ما حضرتك لأ، كنت أصل بتقول؟ إحنا نعتبرهم خطر ليه؟ أصل هم هيعيشوا زمانهم وتجربتهم، إمم. وده يبقى إعلامهم. إمم. هي بس الفكرة بتحصل إنه في وصاية من الأجيال السابقة على اللي جايين، إمم. لكن في النهاية ده إعلامك ودي احتياجاتك. إمم. بعد شوية الجيل ده خلّي بالك هيبقى عجوز، طبعًا. يعني جيل Z إمم. اللي إحنا إمم. قاعدين إمم. نتكلم ده وجيل ألفا وهيواجه نفس المعضلة في أجيال جاية بمنظومة قيمية مختلفة إمم. بأدوات مختلفة. أنت ما تعرفش هل لو في واحد مثلًا من 50 سنة كان يقول لك إنه أنت هتقعد الموبايل يبقى أنت مش عارف إيه، يقول لك أنت مجنون. إمم. هل أنت تقدر تتخيل إنه الإعلام يبقى شكله عامل إزاي إمم. بعد 50 سنة؟ الوسائط نفسها يبقى شكلها عامل إزاي؟ إمم. أنت الناس قاعدة بتتكلم في الوقت لمّا إن في شريحة في المخ وإن أنت تبقى إمم. بتشوف، ده ممكن يتحقق، ممكن يتحقق. إمم. يعني already إيلون ماسك كان بيجرّب حاجات، طبعًا في حاجات اتعملت. كويس، واللي بنشوفه طول الوقت إنه خرافي اتحقق بعد إمم. كده. إمم. فهي الفكرة إنه أنا ممكن مثلًا أتجاوب معاك لو بنسأل إيه شكل الإعلام مع جيل Z لمّا يبقى هو المسؤول عنه بشكل كامل، إمم. إمم. هو اللي بقى بيشكل الإعلام وهو اللي تعتقد شكله هيبقى مختلف بيحط عن ملامحه، دلوقتي؟ هيبقى شكله شكل الجيل، إمم. هيبقى زيه. طب حضرتك بتعمل إيه في الدستور علشان تتواكب مع أو تواكب التغييرات اللي هم بيبقوا محتاجينها واللي هم عايزينها؟ بُص هاقول لك على حاجة، إحنا دلوقتي لو أنت عاوز توصيف دقيق للإعلام المصري، إحنا إمم. مُعلّقين. إحنا مُعلّقين بمعنى؟ مُعلّق، إمم. مش مستقر على الأرض، يعني هو مش مستقر على صيغة، في شد وجذب ما بين الجيل اللي هو لسه شايف إنه الإعلام والإعلام الصحافة الورقية والإعلام مش عارف إيه، وجيل تاني إمم. هو ما يعرفش يعمل ده، هو بيعرف يعمل اللي هو متخيّله.
إمم. واللي هو حاسس بيه. وانا ما ينفعش انه انا واقف قدام ده، إمم. لانه بص، الوقوف امام تصورات الاجيال الجديده عن الاعلام هو انتحار. انتحار. مش إمم. هينفع، طب يعني مش الحل إيه؟ هينفع ان انت لا تشتغل وتديله مساحته. إمم. انت بتحاول ترشد بس المساله. يا عم انا افكاري بتاع زمني، إمم. هو افكاره بتاع زمنه. طب إزاي نحافظ على القيم؟ يعني إحنا في قيم بص كنا عايشين عليها. هقول لك على حاجه، دي مشكله بقى، دي مشكله المجتمع كله مشارك فيها. بمعنى انت حلو ده. انه انت الناس تتربى كويس، تبقى عارفه الصح، مش تتربى كويس يعني بالمسطره، لأ فاهم. بس يبقى عارفه إمم. الصح من الغلط، يبقى إمم. في انتماء للبلد. انت مثلا، انا عندي مشكله في الجيل ده، إمم. انه جيل Z. إمم. انه بسبب تعرضه ل يعني المعرفه من مصادر مختلفه، إمم. فهو ممكن تلاقي هو الراجل اهتمامه بدوله ما اكتر من مصر. إمم. هو بيسمع الموسيقى بتاعتها وبيسمع الفرق بتاعتها، زي إمم. كوريا مثلا لما إمم. حصل شويه طبعًا في الK-pop. المجموعات بتاعه إمم. البي تي اس الBTS والحاجات طبعًا. والبتاع. إمم. فانت الجيل ده حدوده صعب ادراكها. يعني حدود الجيل، انت زمان كنت انت إمم. احيانا في ناس مثلا من دمياط كان ممكن يبقى معتقد انه ما فيش حاجه في العالم غير دمياط، يعني ما يعرفش حاجه اصلا. إمم. كويس، او ان انت في مصر ان ما فيش حته تانية غير مصر إمم. يعني. إمم. فانت دلوقتي بتبقى قاعد العالم كله مفتوح قدامك، إمم. وليك صداقات. انا ما عندي بنتي ليها صداقات في دول كتير مختلفه، إمم. وتبدا تقول لك عايز اسافر لهم وهم يجوا لنا ومش عارف ايه وبتاع. إمم. ده كان بيحصل لما يبقى الناس تروح بعثات علميه ولا تروح، مش لا، إمم. الوقت بقى متاح. فده جيل صعب ان انت تقطره او تحط له اطار او تحط له إمم. حدود. فهو الوقوف قدامه إمم. خطر. انا بقول لك انتحار. بس انت بتحاول تعمل ايه؟ زي ما قلت من شويه، انك بترشد ده، إمم. بتحطه يعني ايه، ان انا عايز الشباب المصريين يبقى انتمائهم للبلد والقضايا البلد. إزاي بقى ممكن نعمل واخد ده؟ بالك؟ ما هو ده بقول لك، ده مهمه مجتمع كامل. المجتمع يعني مجتمع كامل، طب دور الإعلام هنا إيه؟ مجتمع كامل. برضه بص، هو الاعلام بيقدم ايه؟ اصل خلي بالك، انا إمم. عندي راي، الناس يعني ممكن تبقى منزعجه منه الإعلام شويه. بيقدم إيه؟ الاعلام مش إمم. قوه ذاتيه، مش لوحده. إمم. يعني الاعلام ده انت بتقدم المحتوى اللي المجتمع كله بينتجه. يعني إمم. انا زي ما بقول دايما انه ان الاعلام لا يخلق العالم، إمم. الاعلام يسجل العالم. ف... يسجل العالم. فانت لو إمم. في مثلا الاعلام قاعد يتكلم عن قضايا قتل واغتصاب وبتاع، ما هو الاعلام لا يقتل ولا يغتصب، هو بيسجل الحوادث اللي بس هل فيها هو قتل وفيها اغتصاب. بيشكل وعي؟ لا ماشي، ما هو ده هو مش بيشكل وعي، هو بيسوق الوعي وبيستغله وبيوجهه إمم. لاتجاه وعشان يستغل الوعي ويوجهه لازم يشكله. إمم. ما هو في الاول، ما انت برضو مش هنستهين بقوة الاعلام، لكن في تحميل للاعلام إمم. اكتر مما يطيق. لانه انت مثلا ايه، اي مشكلة تحصل في البلد يقول لك الاعلام السبب. اي مشكلة، مشكلة سياسية، مشكلة اقتصادية، مشكلة إمم. بتاع، الناس بيبقى عندها جزء من الحق في ده، إمم. مش كل الحق. إمم. كويس، يعني مش كل حاجه. فبقول لك ازاي اعمل ده. انت محتاج تربي إيه، انا اربي ابني وانت إمم. تربي ابنك وبتاع، في مجموعه قيم اللي بقت المدرسه غايبه عنها. انه احنا كل الهم ان احنا اولادنا ياخدوا شهادات، مش مهم يتعلموا ايه. كويس، انه الجامع بعيد عنها، ان إمم. الكنيسه بعيد عنها، انه مراكز الشباب بعيد عنها، انه الثقافه بعيد عنها، ان السينما بعيد عنها. لا، انت في حاله خواء كده ثقافي إمم. موجوده في مصر يعني. إمم. شوف الافلام اللي انتجت خلال ال 15 سنه اللي فاتوا: إمم. بلطجيه، تجار مخدرات، إمم. رجال عصابات ورجال مافيا. قول لي النموذج يا اخي. الدراما ما عادش فيها مواطن عادي، موظف عنده مشكله، إمم. مهندس بيبني حياته، دكتور بيجاهد عشان يفتح عياده. يعني مفيش إمم. فيها الحاجات دي، كلها سوبرمان وناس مجرمه. وبعدين تلاقي فيلل بلا يعني سقف، طبعًا. وعربيات مش عارف ايه. وطب إمم. فين؟ طب وانت يعني فدي مجموعه قيم. انه المجرم هو الشاطر، إمم. وهو اللي بيبقى معاه فلوس، وهو اللي حواليه ستات حلوه، إمم. وهو اللي مش عارف ايه وبتاع. بتتعلم ايه بقى؟
إمم. يعني انت بتعلم ايه؟ زمان كنت بتلاقي الدراما فيها بني ادمين عاديين، يعني مواطنين مصريين إمم. بيصحوا من النوم بالبيجامه المخططه آه. وياكلوا الفطار مش عارف ايه، فبتشوف الحياه ده ما تشوفوش. ده مش موجود دلوقتي. شوفوش، ارصد الافلام إمم. اللي حصلت خلال العشر سنين اللي فاتوا إمم. مثلا، فتلاقي افلام خطر على الامن القومي، خطر على الامن القومي. إمم. اللي هو انا بقول لك ده البطل اللي انا هبقى. طب وانت مثلا تقعد تقول لابنك بقى اتعلم ليه؟ ما هو إمم. بطل اهو زي الفل، بلطجي ويشرف وطالع من السجن وبعدين بيبني امبراطوريته، وبعد ما يطلع من السجن بيبيع مخدرات ومش عارف ايه بتاع، وانت هتوجع دماغي ليه وتقول لي ذاكر؟ ما حلو اهو. فحضرتك شايف إن ده مسؤولية فده مجتمعية أكتر. مسؤوليه مجتمعيه عشان اطلع رب إمم. الجيل اللي هيشتغل بقى في الصحافه، اللي هيشكل وعي الناس. لانه انا مثلا إمم. شايف انه ازمه المجتمع المصري هو مشكلته انه في قيمتين حصل فيهم خلل: قيمه إمم. التعليم وقيمه العمل. التعليم والعمل. التعليم القيمتين دول، إمم. انه التعليم طول عمره هو وسيله الحراك الاجتماعي، انك عشان تتطور وتكبر وتبقى بتاع لازم إمم. تتعلم كويس، إمم. تتعلم كويس عشان تشتغل كويس وتبقى في مش عارف ايه كويس. إمم. القيمه دي اتضربت بمفك بقى ايه الالماني والمش عارف مين وتجار المخدرات اللي هم الابطال بتوع السنه دي يعني، وناس بتقتل ناس في يعني في عبث حاصل يعني. فالقيمه دي اتضربت، ان انت إمم. خلاص ما انا ممكن ابقى كويس من غير ما اتعلم. إمم. وبعدين قيمه العمل، انه في ناس كتيره جدا يعني بتقوم هي بتخطط تجيب فلوس ازاي بكل الوسائل الا انها تشتغل. إنها تشتغل. إمم. فدول قيمتين إمم. ضربوا الحكايه طب شايف الذكاء الاصطناعي هيودي ده فين بقى؟ يعني هنتحرك بص انا اتجاه مش انا إيه؟ بص انا مش قلقان من الذكاء الاصطناعي إمم. لسبب. إمم. واخد بالك انه احنا بنمصر كل حاجه. يعني لما ببص مثلا على الذكاء الاصطناعي بعدين يعملوا الفيديوهات بتاعه ترامب وهو المعلم حنفي والبتاع مش عارف ايه، الذكاء الاصطناعي مين اللي انت قاعد شغال بيه في ال... احنا جبنا مره حد مدربه يعني تدرب الزملاء على الذكاء الاصطناعي، إمم. فانا فاهم انه هم بيتدربوا مع الادوات ازاي يستخدموا الذكاء الاصطناعي في انتاج الماده إمم. كويس، في انتاجها بقى وتجويدها ومش عارف ايه. فهم خلوا الذكاء الاصطناعي يشتغل، هو اللي هو يشتغل، يطلع الحاجة لوحده. هو اللي يطلع الحاجه. طب انا فمفهومك انت حتى، وده يرجعك لفكره العلاقه ما بين الوعي الاجتماعي والوعي التكنولوجي. يا جماعه الذكاء الاصطناعي اداه، انا اللي بشغلها، إمم. مش ان هو اللي بيعمل لي انا دلوقتي بتلاقي ناس يسالوا، يعني في بعض ما واحده تساله تقول له انا عندي ميعاد في المكان الفلاني إمم. ومقابله حوالين كذا، اقول ايه؟ إمم. طب والبطيخه اللي هنا إمم. وضعها ايه؟ إمم. بقول لك في اسئله بتاعه إمم. وهو بيجاوب. خد بالك ازاي؟ فبقى فيه خطر. انا شايف مثلا انه لو في خطر للذكاء الاصطناعي على العقل في مصر، يعني هو في هو أبحاث طلعت فعلًا. الشويه اللي فاضلين صلي طب بقى على النبي فيهم. لا، في أبحاث يعني طلعت فعلًا إن هو بيأثّر على العقل وعلى الاستخدام حبيبي على ليه وعلى حاجات كتير التفكير وعلى والتفكير الشخصيه. وعلى ما الاسترجاع وحاجات كتير انا جدًا. بقول لك انه في مناقشه حصلت، فمش عارف حد سالني بقول له كذا، قال لي بس انا سالت شات جي بي تي وقال لي عكس كلامك. قلت له خلاص روح امشي ورا شات جي بي تي هيقبضك اخر الشهر، اعمل لك ايه؟ لا ففي آه. دي نقطه مهمه جدا يعني، لانه والاعتماد عليه بشكل كامل بقى مفزع، إمم. بقى مفزع. انت طب راجل هل عامل الناس في الصحافة بتستخدمه صح والّا بتستخدمه غلط؟ في مصر. لا خالص مش خالص. في بيستخدموه غلط. بص في ناس عشان ما اقولش، عشان ما بقاش بعمم يعني، إمم. يعني في ناس بتستخدمه في الانتاج، لكن مثلا جزء من ازمه الدراما دلوقتي انه في سيناريوهات كتيره داخل فيها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي إمم. مثلا. إمم. طب هل دول بيستخدموه صح؟ ما إمم. اعتقدش ان هو بيستخدموه صح. في الصحافه دلوقتي انت ناس بتكتب موضوع، يعني احنا في ادوات بتكشف ده، طبعًا. وبنخلي الناس تكشف مين اللي بيعمل بالذكاء الاصطناعي ومين اللي مش عارف ايه وبتاع. انا بتكلم على فكره ايه؟ انه انت بتتنازل عن عن عقلك. يعني كبني ادم في احساسك ومشاعرك وعقلك وتفكيرك وبتاع لحاجه تانية. بقول لك تقول لك اقبل العريس ده ولا ما اقبلوش؟ ياه! فاصل هو مواصفاته كذا كذا، فهو يقول لها لا اقبليه او ما تقبليهوش.
طب انا رايحه في ميعاد اول مره اقابل حد بحبه، طب اقول له ايه؟ طب اتعامل معاه ازاي؟ طب اقول له انا، طب ما اقولوش في، لا في حاجه صعبه جدا. طب شايف ده هيأثر على الشغل ازاي او على الصحافة الشغلانة ازاي هيأثر عليها هو ازاي؟ بص المفروض يأثر بشكل ايجابي، مم. بس لما نستخدمه كأداة مساعده في الانتاج. مم. لانه انت مثلا واحد، اقول لك على حاجه، انا بقعد اشتغل، بعمل سيرش كتير في الشغل بتاعي، مم. وجربت مم. جربت وسألته أسئلة، مم. وكانت إجابات كتيرة غلط مم. جدا. فأنا ما ينفعش تعتمد عليه بشكل كلي في شغل. في ناس معتمدة عليه بشكل كلي في شغلها، طبعا هو أداة، فانت شايف في لكن الآخر ان هو هو في هيبقى النهاية أداة. أداة. مم. أنا محتاجه في إيه بالظبط؟ يعني أنا سألت مثلا مثلا الولاد اللي بيشتغلوا، هو عنده تارجت مثلا بيخلص، فهو يخلي الشات جي بي تي يكتب له الشغل. مم. طيب أنا سألتهم سؤال، قلت له طب هو كده بيوفر لك وقت، مم. هتعمل إيه في الوقت؟ هتعمل ايه بالوقت ده؟ تستخدمه في إيه؟ ما هو انت مش هتستخدمه في حاجه، لان انت قاعد، هو بيعمل لك الشغل وخلاص، مم. وانت قاعد بقى تتفرج على فيديوهات مروان مشاكل والحاجات دي وبتاع وخلاص، فبيدمر لك الجزء التاني اللي فاضل من دماغك، طب يعني الفيديوهات دي. رجوعا لمروان مشاكل، هل شايف ان الفئة بتاعت الانفلونسرز بقت عندها مصداقية اكتر في حالات من الاعلاميين، خصوصا مثلا اللي بيتكلموا في السياسة، اللي بيتكلموا في الاقتصاد، اللي بيتكلموا في الثقافة، الحاجات دي؟ لا بص، خلينا ايه، خلينا نفرق مم. بين فئات بتستخدم مثلا اللي بتعمل محتوى على التيك توك، مم. كويس، مم. او حتى على السوشيال ميديا بشكل عام يعني. ففي ناس بيعملوا محتوى اللي هو ترفيهي، مم. كويس، ترفيهي، بيطلع بيعبس في اي حاجه. ناس دمها خفيف، ناس دمها لطيف، ناس بتغني، ناس بتعمل مش عارف، دول مم. ما تقدرش تقول عليهم مؤثرين يعني. مم. دول ناس هجاصين، مم. بيعملوا حاجات تقعد انت ايه. وعلى فكره مطلوبين لانه الانسان مش عايش جد طول الوقت يعني. انت صح. بتيجي احيانا بعد ما تشتغل شغل مرهق عاوز تفضي دماغك يعني، مم. فتقعد تتفرج على حد بيقفي، حد بينكت، حد مم. بيقول افيهات، حد بتاع، فتمام جدا. مم. لكن المشكله ان انت عندك ناس هم بيتعاملوا ان هم مصدر للمعرفه، مم. كويس. وانا شايف انه في ناس من دول، في ناس من دول كويسين بطبيعه الحال، بس في عدد كبير منهم جدا خطر، ومعظم المعلومات اللي بيقولوها بشكل خاطئ، لان هو عاوز يجذب الناس. في ناس مم. بتلاقي طالع يقول مش اي كلام، لا اي كلام، فتلاقي حاطط الفيديو، فبعد ساعه تلاقي مثلا 2 مليون مشاهده. حلو. انا كنت مم. قاعد بتفرج على حد مره، فلقيته بيقدم نفسه بان هو ايه، متخصص في علوم اخر الزمان. اه طبعا ده معروف، اسمه معروف، مش لازم نقول. مش عارف يعني. انا عارفه. فانا ده ايه، خطير. فلفت انتباهي علوم اخر الزمان ده، يعني ايه علوم اخر الزمان؟ مم. فهو قاعد بيقول لك المسيح الدجال هيطلع امتى، ويعمل ايه، ويودي ايه، ومش عارف ايه مم. وبتاع ومش عارف ايه. مم. انت هبل يعني، انت هبل. ويقول لك دراساتي وابحاثي، ما انت قريت في الكتب القديمه وطلعت بتصور مش عارف ايه يعني. ما فيش بحث ممسوك يعني، في حاجه اقدر اقول انه ده علوم اخر الزمان. مم. ده اللي هو بقى داخل في علوم الدجل والفتح المندل وقرايه الفنجان والكف طب والبتاع تاني ومش تعالى عارف نرجع ايه. للانفلونسرز. يعني هل في ناس معينة، او مش هل في ناس معينة، في ناس معينة دلوقتي تأثيرها لما تطلع معلومة مثلا في الحاجات، مثلا مواطن سعيد، الناس اللي بتتكلم في السياسة، مش عايز بس اذكر اسامي ناس كتيرة، الناس دي لما بتطلع معلومة الناس تاخدها على انها مصداقية، مع ان ممكن المعلومة تبقى طلعت في جريدة واتنين وتلاتة وفي موقع واتنين وتلاتة. التأثير ده سببه ايه؟ هل ارقام؟ هل احصائيات؟ هل حاجة طب معينة؟ طب ما تيجي ترصد الظاهره دي بدات تتكون امتى؟ مم. انا بتهيألي يعني انه لما الناس لما قعدت في البيوت ايام كورونا، مم. في عدد كبير جدا من دول بدأوا يبنوا قاعدة القاعدة. جماهيرية، اه. وخلي بالك هم اشتغلوا بقالهم سنين. مم. الوسيلة دي أسهل. مم. يعني ليه الوسيلة دي أكثر تأثيرا؟ مم. لأنه هي بتوصل أسرع مني. مم. يعني أنت دلوقتي بتقوم إيه في حدث حاصل، فأنا ممكن أقعد بقى أكتب وأدسك وأنشر، ممكن أقعد مثلا ربع ساعة. فأنت ممكن تفتح اللايف أول ما يحصل الخبر، وتقوم قايل 4 5 دقايق الناس محتاجة تسمع ده، فأنت بتبقى أكثر انتشار. الوسيلة مم. بتساعد إنك تبقى أكثر انتشارا. مم. بس هل هو مؤثر بمعنى لسه أسأل إنه حضرتك على التأثير. مم. مؤثر بمعنى إيه؟ يعني هل هو عشان بتشاف؟ مم. يعني انا مثلا هل ممكن اقول انه فلان مثلا مم.
بيعمل 15 الفيديو بتاعه عامل 15 مليون. إمم. هل المشاهدات تعكس إنه أهمية المحتوى ده؟ ما ده أعتقدش، سؤال. ما أعتقدش. إمم. ليه؟ لأنه الأفلام مثلًا اللي كانت بتجيب إيرادات كتير، إمم. هل هي أفلام مهمة؟ ما هي اتدشتت. إمم. يعني فيلم سيدة الأقمار السوداء، إمم. فيلم يعني كل الشباب بيحلموا إن هم يشوفوه. طبعًا. هل عايز أقول لك على حاجة، على إمم. مشهد غريب جدًا في سنة 97 إمم. كان في السينما فيلم المصير بتاع يوسف شاهين، إمم. وفيلم إسماعيلية رايح جاي. إسماعيلية رايح إسماعيلية رايح جاي جاي طبعًا كسّر بطّط الدنيا. المصير، طبعًا كسّر الدنيا. بطّطه، طبعًا. ضيّعوا. وتعرف ضيّعوا ليه؟ إمم. لسبب واحد، إن وقتها كانت بطلة الفيلم متهمة في قضية دعارة، إمم. وقتها. PR. فكان في دافع إن الناس عايزة تدخل تشوف اللي متهم في قضية دعارة دي شكلها إيه. إمم. فكان سبب طبعًا هو وقتها محمد فؤاد قال لك أنا سبب في نجاح الفيلم، وطلع هنيدي قال لك إن أنا فتحت الباب، لكن في سبب تاني ما كانش حد واخد ما حدش باله منه. شايفه. فده الوقت لمّا تيجي مثلًا في السينما وتاريخ السينما والبتاع، المصير والّا إسماعيلية رايح جاي؟ لأ طبعًا المصير 100 طيب، مرّة. إمم. ففكرة بُص، فكرة الانتشار لا يعني الجودة، إمم. وإنه المشاهدات لا تعني التأثير بالتبعية. إمم. عارف بالضبط زي إيه؟ زي كان في مثلًا كُتب خليل حنا تدرس، إمم. كاتب كده كان في التمانينات أنا مش والتسعينات. عارفه. والتسعينات كان بيعمل روايات كده لطيفة، اللي هو إيه، ليلة الزفاف، شفتاه في قفاه، حاجة كده. بتاع الروايات دي كانت بتتقرا وبتتباع بشكل إمم. رهيب جدًا. إمم. وكان في نمط كده من القراية إنك ممكن تاخد الرواية دي من محطة مصر، فرشة جرايد كده، أنت مسافر إسكندرية، فبتقرا الرواية دي في خلال رحلتك من القاهرة لإسكندرية، ياه! وتسيب الرواية على الكرسي، مش محتاجها. إمم. في هنا التأثير لحظي لكن ما بيعملش أثر ولا تراكم. إمم. إمم. ففكرة إنه المؤثرين دول، لأ، أنا مش معنى الأرقام إنه في تأثير على الأرض، طب هل وإنه دول ممكن إمم. يحشدوا مثلًا أو إلى آخره. هل ده ده في رأيي يعني. هل ده يخلّينا نرجع نعمل إعادة تفكير وإعادة نظر في ما هو التأثير في عصر السوشيال ميديا وفي عصر الAI؟ ما هو الانتشار أو إيه ال الآليات أو يعني أنا المعايير؟ هاقول لك على حاجة مثلًا، أنا باشوف في معظم بحكم شغلي، إمم. وبحكم إنه يعني أنا باشوف كل حاجة، كل حاجة. طبعًا. طبعًا. وبابقى عارف الناس وبتاع، وأنا بابقى أهو باساهم في ال في ال في إنك بتشوف، ما أنت رقم بيتضاف طبعًا. للمشاهدات. في ناس كتيرة مثلًا بتشوف ومش متأثّرة. إمم. لكن هي الفكرة، إحنا محتاجين نفرّق ما بين الانتشار وما بين التأثير. إمم. وإنه هل ده يعني ده؟ يعني إمم. هل أنت عارف ليه ما باقول الانتشار ما يعنيش التأثير أو المشاهدات تعني التأثير؟ إمم. لإنه أنت في عندك عدد كبير جدًا منهم يطلع شوية زي الموضة ويختفي، إمم. ويطلع واحد تاني. إمم. ما فيش حد في خط وده بيحصل إيه خلال شهور، يعني تلاقي حد بقى فجورة كده، إمم. والناس ويقولوا واتكلموا فلان وفلان، وفجأة ينتهي. إمم. يقل. إمم. أنا باعتبر إنه التأثير بيبقى فيه تراكم، إمم. يعني يبقى في حد موجود بس هل وقت. ده طبيعة زمن؟ الفكرة إن هو وطبيعة التأثير وسيلة، الناس وطبيعة بتزهق وسيلة. بسرعة، إمم. بتزهق يعني، خاصةً إيه، إنه كل واحد من المؤثرين دول بيعمل الشويتين بتوعه، إمم. فبعد شوية الناس بتمِل له، فبتدوّر على حد تاني. طب هل في أمل إن الناس ترجع تقرا تاني؟ هل في أمل إن إحنا نرجع لأ، ما هي الناس للقراية؟ بتقرا، بس هو شكل القراية عامل إزاي؟ بمعنى؟ بُص، يعني بُص، أنا ضد الاستعباد للأشكال التقليدية، الكتاب التقليدي، إمم. الجورنان التقليدي، شايف الformats دي أو المحتوى، الmediums الوسائط دي هتتغيّر. ولا يعني مش هنبكي عليها. إمم. يعني أنا قاعد أقرا على كنت قاعد أقرا في كتاب، فدلوقتي قاعد أقرا على الموبايل، ممكن إمم. تلاقيني دلوقتي عارف أنت الحاجات بتاعته في الهوا كده، الVR. شاريها في دماغك، وبعدين فقاعد أقرا، إمم. خلاص. إمم. هو المعلومة وصلتني. إمم. وصلتني إزاي؟ دي مش مشكلة، يعني الناس، فالبطل هو المعلومة إحنا مش الوسيلة. معطّلين المحتوى، إمم. إحنا معطّلين نفسنا إمم. بنفكّر في حاجة وما لناش إيد في إن إحنا نوقّفها، خلّي إمم. بالك. إمم.
يعني أنت لو عندك قرار إنك تقدر تقول لك بيقول لك إيه، عاوزين نرجّع الناس للكتاب، لأ أنا عايز أرجّع الناس للقراءة. ما هو ده السؤال. أيوه، ما هو في ده اللي فرق، انا أنا مش عاوز لا، انا أرجّعه بتكلم على للكتاب، القراءه، انا بتكلم عن الناس ترجع تقرا. ما هي الناس لان احنا بتقرا، البطل دلوقتي الفيديو. ما هو دي قراية. دي هو قرايه. مش أنا عرفت، هو أنا باقرا ليه؟ امم. مش عشان أعرف؟ طب أنا سمعت فعرفت. بس القرايه بتشغل خيال. ما هو لأ، هنا ما هو لذلك أنت تلاقيك إيه، امم. الفيديوهات اللي بيطلع يتكلم كده بعد شوية ما بيعملش، فلازم تعمل له صورة ولازم تعمل له فيديو ولازم تعمل له امم. حاجات. أنا مش شايف والله إن في أزمة، يعني إن في أزمة خالص، هو إحنا بس اللي إيه مكبّرين المسألة، احنا مكبرين الموضوع. مكبّرين الموضوع، وسيب الناس تنتج بشكلها، بحاجتها، باهتماماتها، امم. جيل عايز يسمع ما اللي يسمعه يسمعه. بس انت شايف ان جيل زد محتاج ياخد قياده اكتر، محتاج ياخد مساحه اكتر. بُص هاقول لك إنه لو أنت عاوز تقول لي إنه محتاج إيه، امم. هو محتاج يتسمع أكتر. يتسمع. آه، امم. محتاج نسمعه أكتر، امم. لإنه هو عنده تصوُّرات فيما يتعلق بالحياة وبالسياسة وبالدين امم. بتصوُّرات غير طبيعية. امم. وبيفكّر، فهل إحنا سمعناه؟ يعني أنا بُص ألاقي ناس عاملة دراسات عن جيل Z، امم. أنا باقراها بابقى مُدرك إنه الناس دي ما سمعتش، ما قعدوش معاهم. ما عادوش، امم. ما سمعوش، هو حقّه علينا إن إحنا نقعد نسمعه ونناقشه. طب لو هنوجه رساله لدكتور محمد الباز في دمياط اللي عنده 9 سنين، آه. تقول له ايه؟ تقول له ايه مخصوص عن جيل أقول زد؟ له لأ، أقول له أنا دلوقتي باقول له إن أنا ما خذلتكش، امم. يعني أنا دلوقتي لإن أنا باقول لك هم يعني بمراحلي موجود طول الوقت، مش وأنا واعي بده كويس يعني، فأنا لو هو يعني أقول له لأ ما خذلتكش يعني، يعني في اللي اتفقنا عليه عملته يعني. كله. كله. على فكرة أنا مش يعني وصلت إلى حالة يعني وصلت لحالة تشبُّع، بس ما قضيتش على شغفي يعني، أنا باشتغل وباقرا واكتب وبتاع بشغف، يعني عيل عنده 15، 16 سنة. باحب شغلي، يعني باحب بالاقي نفسي فيه، بالاقي سعادتي فيه. هل ده انت وصلت له مع التجربة ولا لأ بالصدفة؟ رزق يعني، رزق. نصيب يعني هو ربنا رزقك بالرضا، وإنك بُص هاقول لك على حاجة، امم. أنا عندي معيار السعادة امم. إن يكون رزقك من موهبتك، امم. يعني بمعنى إنك أنت موهبتك اللي أنت بتحبها تبقى هي مصدر رزقك، فتبقى مبسوط أوي، لكن في ناس مثلًا يبقى هو بيحب الشعر، بس هو امم. شغال دكتور، امم. فيبقى رزقه من الطب، بس هو عاوز يبقى شاعر، امم. فيبقى عنده حاجة في حياته كده مأرقاه طول الوقت، يقول لك أنا لو كنت بقيت طب شاعر كده. دي موجودة عند جيل زد بشكل خطير. لو دكتور محمد الباز دلوقتي من جيل زد هيعمل ايه عشان يعرف يبقى في الحتة دي موهبته من رزقه؟ لان ده كونسبت، خلي بالك، ياباني اسمه ايكيجاي. في قصة كده ازاي ان انت يبقى الحاجة اللي بتحبها هي اللي بتعملها، هي اللي لأ هو تدرسها، ده هي أنا اللي تكسب باعتبر إن دي منها. قمة السعادة في طبعا. البشرية، امم. لإنه أنت اللي أنت بتحبه تقوم بتحبه وتعمله فبتجيب منه فلوس، طبعا. فأنت خلاص أنت عايز إيه أكتر من كده طبعا. يعني؟ امم. ما بتضطرش تعمل حاجة أنت مش حاببها عشان تاكل عيش، امم. يعني هم لأ بُص هاقول لك على حاجة، أنا في مسألة إنه دي عند جيل Z، جيل Z جيل قلق طول الوقت، وهو بيتعرّض طول الوقت لاختيارات لحاجات، وعايز يعمل حاجات كتير، وعايز امم. يجرّب حاجات كتير. امم. فكرة الاستقرار اللي هو إيه، عارف أنت إيه، مربوط على الدرجة ال10 والناس درجات، ومؤهل آخُد امم. ال9 بغير العلاوات، عارف أنت اللي كان بيغني ده زمان، فالحياة إيه، امم. لأ هو عاوز بسرعة. امم. فهو في هذا القلق يعني. امم. أنا لو هاعيش بدماغي أنا دي، بوعيي أنا، تجربة جيل Z، امم. هاحاول أكيّف الأمور بحيث إن أنا لإنه هو قدره إنه يبقى جيل مُرهق بكتر الاختيارات اللي قدّامه. امم. يعني هو بيبقى في السفر تلاقيه عايز يسافر الدولة دي وعايز يسافر الدولة دي ويشوف الحتّة دي ويشوف الحتّة دي، قدراته وإمكانياته مش هتمكّنه، امم. هو عاوز يجرّب حاجات كتيرة جدًا يتجوّز وهو صغير ويخلّف وهو صغير ويحس إن مش عارف إيه بتاع، وبعد ما يتجوّز وهو صغير ويخلّف وهو صغير يحس إنه إيه الحياة دي أنا قضيت على نَفْسي، فيطلّق امم. ويسيب البيت ويروح يعمل مش عارف إيه، امم. فيه دوّامة كده امم. هي قدره.
قدره يعني. طب لو عايزين نقول لهم نصيحة نقفل بيها الحلقة النهاردة لجيل زد اللي بيتفرجوا علينا إن شاء الله، نقول لهم إيه؟ هو ما بيقبلوش النصايح دول. انت لو قلت يعني له نصيحة أنا عارف ممكن يعني أنا عارف يعني لو قلت له نصيحة، ده انا قلت له نصيحة يبقى انا كل الكلام اللي انا قلته ده انا ما كنتش فاهمه. لا طبعا، لا لو لا هنقول انا له رسالة بلاش نصيحة. لا انا هقول لك على حاجة. انا مش هقول رسالة للجيل زد ده، انا هقول رسالة للناس اللي هم عندهم مشكلة مع الجيل وتفكيره حلو. وبتاع. احنا محتاجين فعلا اولا نسمع الناس كويس، ونسمعه مش عشان بس بنريح دماغنا، لا نسمعه ونحول الكلام وناخد الكلام بجدية. ما نبقاش يعني ايه مال وخانة. لازم ناخد الكلام بجدية، وتبقى سايب الفرصة لجيل ان هو يبني، هو حياته مش حياتي. يعني انا هتقاطع معاه في كام سنة. انا بنتي دخلت جامعة، عندها تخطيط لحياتها، هي ممكن تكون شايفة الكل اللي انا عامله ده مش مناسب ليه، بتاعتك يعني عملت حاجة. لان انا هقول لك على حاجة، انا بنتي منتمية للجيل ده. انا بنتي علمتني كتير جدا جدا. فهي مثلا لما كانت في المدرسة كانت ايه بتقول مريم محمد. فمره في مدرسه يعني شافتني معاها، فهي قالت لها ده باباكي؟ قالت لها ايوه. قالت لها طب انت ليه ما بتقوليش انه انت بنت محمد الباز؟ قالت لها لا، اصل محمد الباز ده انجازه هو مش انجاز انا. انت عارف ان انا عندي نفس المشكله طبعا. انجازه هو. صح. لا هي بس هي اتصال قالت لها انجازه هو. انت عارف ان انا عندي نفس المشكله دي. طبعا يعني فده قالت لها ده انجازه، انا ما يعني ما استعرضش بانجازه. لا طبعا. ماشي. ففيه هي بقى تبني براحتها وباختياراتها وبتاع. انا اتفهم الجيل ده جدا، خلي بالك. ما هو لان احنا قريبين، انا قريب من الجيل ده، فانا اتفهم انت هي عملت كده ليه جدا كمان. لا وعمليته هقول لك على حاجه. انت بس هل دي حاجه ضايقتك؟ لا على الاطلاق. على الاطلاق، بالعكس. انا كنت مبسوط لانه ما هو انت في نقطه معينه في الرحله هتسيبها لوحدها. فانت هتبقى مطمن انه انا عايز اقول لك في ميزه عند الجيل ده، لديه قدره غير طبيعيه عن التعبير الدقيق والسريع عن اللي هو شايفه وصريح. ده حقيقي، مش يعني اللي هو موجوده عند الجيل بتاعنا، خلي ما بالك. بص ملفش ويدور يعني. هو يعني وبيبلور الحكايه وفاهمها وعارفها، واخد بالك. فبيقول يعني انت تبقى احيانا يربكك برده. يعني انت معتقد بقى ان انت ايه خبير بقى في الحياه وبتاع، وهتيجي تقول له كلمتين فهتلاقيه هو تلاقيه رد. الامور واضحه عندهم. ولذلك زي ما بقول لك، فكره انك تتعامل معاه بمنطق النصيحه او الى اخره، لا انت بتتكلم على جيل هو علم يعني جزء كبير جدا هو علم نفسه بنفسه وربى نفسه بنفسه وواجه حاجات وبتاع. يعني انا فاكر في اخر حاجه يعني اقولها لك مثلا، كان في كلام على اللي هو بتاعه الحوت الازرق. اللعبه بتاعه الحوت الازرق دي. فانا قريت حوادث وبتاع، وطلعت في البرنامج اتكلمت بقى بحماس، وازاي ولادنا ونحميهم من الحوت الازرق ومش عارف ايه وبتاع. فلما رجعت من القناه يعني، قعدت مع صفاء، فقلت لها دلوقتي مريم عايزين ننبهها حكايه الحوت الازرق دي بتقابل المصيبه ولعبه، وبعدين يقولوا للعيال اعملوا وارموا نفسكم مش عارف من ايه بتاع. فهي الصبح قالت لها، فلقيتها جايه بتصحيني، قالت لي انت اتكلمت عن الحوت الازرق امبارح في البرنامج؟ قلت لها قالت لي ازاي ما ترجعليش، ده انا مرجع في الحوت الازرق. يا نهار ابيض. قلت لها مرجع؟ قالت لي يا بابا والله ده بس ده عيال هبله. فبتلاقي وعي نماذج، لا نماذج بتخضع للحاجات دي، ولكن الجيل في عمومه واعي فاهم يعني، مش بتاع، خاصة ان هو مشغل دماغه بطريقة تزعجك. دماغه شغال على طول طبعا. تزعجك يعني مشغل دماغه بطريقة تزعجك. انت احنا بيني وبينك برضو جيل بأوامر اسكت. ما هو لا، ما فيش حاجة اسمها احنا تمردنا شوية، بس احنا برضو لا ما يعني مختلفين عنهم بتاع. لكن هم لا في موال تاني، ومن مصلحة البلد من الاخر يعني. من مصلحة البلد وانه الناس تفهم الجيل وتسيبه يشتغل وتسيبه يعيش حياته وتسيبه، لان هو كده يعيش يعني زي ما احنا عملنا مع الاجيال اللي فاتت. يعني احنا نفس الحكايه عملناها. الاجيال اللي فاتت قالت
واحنا في النهايه عملنا البتاع، وهم إمم. مشيوا وفضلنا احنا في الحياه عملنا اللي احنا عايزينه، فده هيحصل مع اللي إمم. جاي. فليه القلق يعني؟ دكتور محمد الباز، أنا ما أنا مستمتع، أنا عايز أشكر. أسأل، عايز حبيبي، نقعد انا ساعتين تانيين انا كمان. مبسوط كمان والله وأنا والله بالحوار ده جدًا، بس جدا يعني إيه، جدا. حاسس إن إحنا طوّلنا انت عليك. عارف يعني محبتي ليك والله وأنا كمان، أنا اتبسطت جدًا بالكلام، اشكرك جدا. وأتمنى الناس اللي تتفرّج تتبسط معانا هي كمان. كان معانا النهارده دكتور محمد الباز، وإن شاء الله الحلقة تعجبكم، ما ننساش نعمل لايك وشير سبسكرايب والحاجات الجميلة دي.